ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقول لك حاجه بقى، لو انت بتشوف الفيديو دوت على اليوتيوب يا ريت تعمل لي لايك وتنزل تكتب لي كومنت كده حلو لطيف كده، تمام؟ يعني اظن انا عامله معاك الواجب وكفايه. طيب لو انت بقى بتشوفه على التليجرام او اي حاجه تانية خلاص بقى مش مشكله. طيب احنا النهارده هنكمل باقي الكورس بتاعنا، وان شاء الله هنشرح المحاضره الرابعه او السيشن الرابعه، واللي هنتكلم فيها كلها عن حاجة انت مش بتحبها نهائي، وهي الديالوج. ازاي اعمل الديالوج او ازاي اعمل محادثه. سؤال المحادثه يا جماعه، تخيل ان انا واخده السيشن كلها ان انا افهمك سؤال محادثه بيتكون من ايه. الفيديو ممكن يطول، ولكن قصاد ده انت هتبقى طالع من عندي بامر الله مش عارف. يعني اول ما تلاقي سؤال محادثه ده انت هتحبه خلاص، وتبقى دي اول حاجه اصلا انت رايح عشان خاطر تحلها. فما تقلقش، عايزاك الورقه والقلم بتوعك معاك، عصيرك الفريش عشان خاطر الجو حر انا عارفه يرطب على قلبك، ويلا بينا نشوف الديالوج او سؤال المحادثه ازاي هنحله. عايزه اقول لك حاجه قبل ما نبدا سؤال المحادثه دوت، عايزه بس افهمك حاجه، ان انت لازم تكون عارف تكوين السؤال. هو السؤال دوت علشان اعمل سؤال بيتكون ازاي، واظن ان انا اصلا كنت منزله قبل كده على القناه برضو، او في الفيديوز اللي فاتت او في السيشنز اللي احنا شرحناها اللي قبل كده كنت منزله ازاي تكون السؤال. فمش مشكله، انا هعيده تاني وهقول لك كل اداه استفهام لوحدها علشان تبقى انت عارف ازاي هنكون السؤال. انا دلوقتي هتكلم معاك عن ازاي اكون السؤال واحده واحده، نعرف تكوين السؤال وبعد كده ننتقل على الاسئله او ننتقل على ادوات الاستفهام اللي هم كتير جدا نعرفهم، وبالتالي ان شاء الله مش هيقف معاك اي سؤال محادثه، ولكن بتكتب ورايا اهم حاجه كل كلمه بقولها. طيب اول حاجه مس اميره، هو اصلا تكوين السؤال، هو انا لازم ابقى عارف السؤال ده بيتكون من ايه؟ ده انت لازم تبقى عارف تكوين السؤال وبالترتيب كمان. طب هو بيتكون من ايه؟ اول حاجه عندك هو بيكون مكون من اداه استفهام، لازم يكون عند حضرتك اداه استفهام مناسبه. طب اداه الاستفهام دي كنت دايما اقول لك اعتبرها واحد كبير في السن او راجل عجوز يعني، فمش بيقدر ان هو يمشي لوحده، بيحتاج حد يساعده. يبقى انا كنت دايما اقول لك ان اداه الاستفهام ديت لازم يجي بعديها فعل مساعد يساعدها، فعل مساعد يساعدها. طب مين هم ادوات الاستفهام؟ اللي هم اسمهم question word، وخلي بالك اسمها question بالاس بتتنطق، عشان الناس تقول لي question على طول، لا question بنطقها بالاس، تمام؟ الquestion word اللي هو اداه الاستفهام، زي ما اقول لك what، ما او ماذا، شبه لما اقول لك who where whose when how. حد قال لي بصراحه انا مش فاكرهم، اقول لك ما تقلقش، احنا اصلا الحصه بتاعتنا دي كلها ان انا اعرفك كل ادوات الاستفهام اللي موجودين عندك. طب قلت لك يجي بعديها فعل مساعد يساعدها. حد قال لي بصراحه انا مش عارف يعني ايه فعل مساعد، اللي هو الهيلبنج فيرب. يعني انا ميس اميره كده عرفته؟ لا، ما انا هقول لك هم عباره عن ايه. عباره مثلا عن الدو او الداز او الديد، واللي كان بيجي بعديهم فعل في المصدر لو انت فاكر كان عباره عن الهاف او الهاز. هقول لك على حاجه، هم كتير جدا، بس انا معاك حركه حلوه جدا دلوقتي. هقول لك تعالى كده معايا البي دي اف اللي معاك او الورق اللي معاك، او لو انت معاك البوكلت ديت قلب فيها كده لغايه ما نوصل لبيج نمبر كام. استنى كده هقول لك، بس انا اقلب اهو، احنا خلاص تقريبا كده قربنا اهي لغايه ما توصل لبيج نمبر 43. هات لي صفحه 43 كده. طيب دلوقتي بقى تعالى نعرف مين هم الهيلبنج فيربز، اللي هم الافعال المساعده اللي ممكن يبقى موجودين عندك. اول حاجه عندي الام والايز والار، واللي دوت لو كانوا موجودين كان قدامهم حاجتين بعديهم، يا اما فيرب في الاي ان جي بعدهم، يا اما كنت ممكن احط اسم او مكان او احط صفه. انا حاسه خط القلم مش حلو بس خلاص ماشي. الهاف والهاز والهاد، ودول اللي كان بيجي بعديهم الفعل تصريف ثالث. الدو والداز والديد، واللي كان بيجي بعديهم الفيرب في الانفينيتيف في المصدر من غير اي اضافات. كلمه will would can could shall should وmay might must. ولو عندك كمان الوز والوير، كل دول يا جماعه يعتبروا مساعدين، ولكن شايفين دول كده؟ لا، دول اللي هما من اول ويل وود لغايه ماي مايت، كل ده بيجي بعديه فعل، خلي بالك في المصدر، ودول اصلا اسمهم موديل فيرب بس مش مشكله يعني دلوقتي. يبقى اعرف ان دول كلهم مساعدين ممكن يجوا بعد ادوات الاستفهام، عشان اداه الاستفهام دي واحده كبيره في السن محتاجه حد يا ابني يساعدها، فبنحط بعديها مساعد. طب حلو الكلام ده. هقول لك تعالى نعمل ايه بقى دلوقتي. تعالى
نرجع لمكان ما كنا. طيب يبقى قلت اداه الاستفهام هيجي بعديها فعل مساعد يساعدها. طب انا هجيب يا جماعه اي حد يساعدني، ولازم اللي بيساعدني ده يكون عنده ضمير؟ لازم يكون عنده ضمير يا جماعه، مش هجيب اي حد كده والسلام. مين هم الضمائر اللي هم البروناونز اللي احنا بدانا بيهم في الاول خالص؟ الضمائر شبه مين؟ شبه اول سبجكت الفاعل يا عم، شبه الهي الشي اي وي يو زي اي بقى ضمير. طيب بعد الضمير بحط الفعل، بعد الضمير احط الايه يا جماعه؟ الفعل، على حسب بقى، شبه مثلا فعل شبه سويم، شبه بلاي، شبه ايت، شبه درينك، هكذا. طب ميس اميره يعني انا كده لازم احفظ تكوين السؤال؟ وبعد ما بتخلص لازم تحط الكويستشن مارك بتاعتك اللي هي علامه الاستفهام. طب يبقى تاني تكوين السؤال بيتكون من ايه؟ اداه استفهام، كل اداه استفهام محتاجه يجي بعديها فعل مساعد يساعدها، وكل مساعد عنده ضمير، وبعد الضمير الفعل، بعد الضمير الايه؟ الفعل. طيب حلو ميس اميره احنا هنكون سؤال؟ لا انا هقول لك الاول وبعد كده هقول لك ازاي هنكون السؤال. طيب تعالى كده نشوف تكوين الجمله. ميس اميره هو تكوين الجمله دي حاجه مهمه طبعا، انت لازم طبعا تكون عارف ازاي اكون الجمله. هكونها ازاي؟ هحط الضمير او هحط الفاعل اللي عندي، وبعد كده هحط بعديهم الفيرب اللي هو الفاعل. شبه لما اقول لك انا بروح المدرسه، يعني انا يعني ايه؟ بذهب للمدرسه، جو الى المدرسه، تو سكول. يبقى انت اخدت بالك بعمل ايه؟ ببدا بالضمير الاول. اوعى حد يبدا لي بالفيرب يقول لي طب ما احنا في العربي بنبدا بالفيرب. مالكش دعوه بالعربي حبيب قلب ماما، انت مالكش دعوه بيه. احنا في الانجليش نبدا بالايه؟ بالضمير، وبعد الضمير بحط الفعل زي الفل كده. طيب جيت بقى اقول لك انسى كل حاجه في دماغك ويلا بينا نستعد الى ادوات الاستفهام. ناخد اداه استفهام، اداه استفهام. بتكتب ورايا اي نوت هقولها حضرتك بتدونها ورايا. جيت اقول لك ان انت عندك اول اداه استفهام اللي هي وات، اللي معناها ايه؟ ما او ماذا، او اللي احنا ممكن نقول عليها ما بين اقواس اسمها ايه. يعني ايه يا ميس اميره؟ عارف لما اقول لك هو انت بتعمل ايه؟ كلمه ايه اللي احنا بنسالها دي اسمها ايه؟ اسمها وات. يبقى كلمه وات بالعاميه كده بنقول عليها ايه اللي انت بتعمله. انت بتعمل ايه؟ انت بتشرب ايه؟ كلمه ايه دي اللي هي وات، اللي هي معناها ايه يا ميس اميره؟ اللي هي ما او ماذا. حلو قوي. بتسال عن ايه دي؟ بتسال عن الحدث اللي انت بتعمله. هو انا لما اقول لك ماذا تفعل انا كده بسال عن الحاجه اللي انت بتعملها. لما اقول لك ماذا تاكل انا بسال برضو الحاجه اللي انت بتاكلها. فهي كده بتسال عن الحدث اللي انت بتعمله او الشيء اللي انت بتعمله. حلو ميس اميره ممكن بقى تقول لنا واحده واحده ازاي انا هكون السؤال؟ بص كانك مش شايف ده كده، انا هحط لك الاسئله على جنب وانت هتبدا تعرف ازاي بتتكون معايا. لما اقول لك I am eating fruit انا باكل فاكهه، مالكش دعوه باللي مكتوب وركز في اللي انا هكتبه. I am eating fruit وانا عايزه اخد الجمله دي واسال واقول هو انت بتاكل ايه؟ احنا قلنا كلمه ايه دي اللي هي لسه قايلها من شويه اللي هي ايه؟ وات. يبقى انا هبدا اسال واقول وات. ثانيه بس كده هسال اقول وات. حلو قوي يا مس اميره. طب وبعد ما هنقول وات هنعمل ايه؟ قلنا كل اداه استفهام هتنزل لازم يجي بعديها فعل ايه؟ فعل مساعد يساعدها. طب حلو مين المساعدين؟ قعدنا نمشي في الجمله اللي قدامنا عشان نشوف مساعدين. هو الام دي مساعد؟ مس اميره قالت لنا الام مساعد، بس خلي بالك لو لقيت ام في السؤال لازم او لو لقيت ام في الجمله اللي هي الاجابه لما تيجي تعمل سؤال لازم تحولها لار، الام تتحول الى ار. يبقى اكتب عندك كده اول حاجه ان احنا لو لقينا كلمه ام اعرف ان احنا هنحولها الى ار، الام هنحولها الى ار. فهقول وات ايه؟ وات ار. طب وبعد كده كل مساعد عنده ضمير، الضمير اللي هم ايه؟ الضمائر اللي هو انا هو هي هكذا. هجيبه منين؟ من دماغي؟ قال لك لا هتجيبه من الجمله اللي عندك. هي مين الجمله؟ انا كل شغلي على الجمله دي ببص عليها عشان اجيب افكار. الضمير اللي عندي اللي هو اي. طب حلو هنزل اي زي ما هو؟ اقول لك لا اي ده يا جماعه لازم هغيره. ليه؟ انا بقول لك انا باكل فاكهه، فانت عايز تسالني تقول لي ميس اميره هو انتي او حضرتك انتي بتاكلي ايه؟ كلمه انتي انا سالت قلت انتي بتاكلي ايه، بس انا لما جاوبت قلت لك انا، يبقى معنى ذلك السؤال زي الاجابه؟ لا طبعا. يبقى اعرف بقى كده ان كلمه اي بتتحول، اي تتحول لايه بقى؟ اكتب عندك ان اي ثابته تتحول ليو. لو انت بتحول من سؤال لاجابه الاي تتحول ليو، لو لقيتها يو وانت بتحول برضو تحولها لاي. يبقى هقول وات ار وبعد كده هنزل يو. طب وبعد ما هنحط انت واخد بالك ان انا ماشيه بالترتيب، اداه الاستفهام جه بعديها فعل مساعد يساعدها وكل مساعد عنده ضمير، وبعد ضمير الفعل. مين الفعل؟ اللي هو كلمه ايه؟ eating اللي معناها انت بتاكل ايه. طب حلو ينفع اسالكوا سؤال؟ ينفع انزل كلمه فروت؟ يعني اقول لك انت بتاكل ايه؟ فاكهه. طب ما دام انت عارف هو بياكل ايه بتساله ليه؟ يخرب بيت الذكاء، ما ينفعش. يبقى انا كده لما يكون عندي جمله وعايزه اسال لازم في حاجه بنشيلها، لازم في حاجه ديت من الجمله بتاعتي دي لازم احذفها ما ينزلهاش في السؤال. ايه اللي هحذفه مش هنزله؟ هي كلمه ايه بالنسبه لي الاجابه اللي مش هينفع انزلها؟ الفروت، لاني انا ما اعرفش هو بياكل ايه. فاقول له وات ار يو ايتنج؟ انت بتاكل ايه؟ واحط الكويشن مارك. حد تاني ذكي قال لي على فكره هقولها بطريقه تانية، ممكن اقول
اقول له هو انت بتعمل ايه؟ فيقول لي انا باكل. يعني ايه كلمه ماذا انت تفعل؟ يعني ايه كلمه ماذا انت تفعل بقى؟ ماذا انت تفعل دي يعني ايه افعل؟ دو. فممكن اشيل كلمه eating دي خالص، eating، واحط بدلها doing. يبقى what are you doing؟ يعني هو انت بتعمل ايه؟ شايف؟ طب ليه انا نزلت اي ان جي؟ لان الام والايز والار الفيرب اي ان جي، يبقى الام والايز والار يجي بعديهم الفيرب في ايه؟ في اي ان جي. طيب طبعا احنا بهدلنا الدنيا، اكتب بقى ورايا كل اللي انا كتبته دوت، ويلا بينا نشوف الاسئله. اهو نفس الكلام اللي انا قلته لك اهو من شويه. هنا بقول لك I am eating الفروت، وهنا لما سالت قلت what are you eating، انت بتاكل ايه؟ او هقول what are you doing. طيب بقول لك طريقه الحل، هو انا بحل ازاي؟ اول حاجه بعملها ان انا بحدد ادوات الاستفهام. هبدا اسال بانه اداه، هشوف كده انا باكل فاكهه، يبقى انا كده اسال اقول له ايه؟ انت بتاكل ايه؟ ايه دي اللي هي مثلا what، يبقى انا احدد اداه الاستفهام الاول، وبعد كده ابدا احدد الزمن. ايه الزمن قصدي؟ يعني احدد المساعدين، اشوف في مساعد عندي ولا مفيش مساعدين. ايه ده، هو ممكن ما يكون مفيش، هقول لك لو مفيش هنحط ايه، ما تقلقش. طيب وانا طبعا بقول لك افتكر معايا كده صاحبي وفكرك معايا، بقول لك ايه؟ بقول لك يا حبيب قلب ماما ان انت كان عندك البي سي دي، قصدي بي اللي هو البريزنت كونتينوس، كان عباره عن الام والايز والار. المهم انت لو لقيت ام وايز وار هتحط بعديهم فعل فين؟ في الاي ان جي. طب ده كده اللي هو اختصار البي اس اللي هو البريزنت سمبل، اللي احنا كنا نقول احط الفيرب اس يا ما احطش. انا كنت بفكرك بس بالازمنه، الزمن ده كان عباره عن ايه وده عباره عن ايه، بس احنا كده كده اخدناهم اصلا في السيشنز اللي فاتت. طيب بقول لك التحويلات، قلت لك الام هنحولها الى ار، لسه قايله حلو. طب او لو لقيت كلمه، او لو لقيت ام في الجمله هتحولها لار في السؤال. طب لو لقيت كلمه يو هحولها الى اي. خلي بالك ان انت ممكن لو لقيت كلمه وي هتحولها الى يو على حسب المعنى. يعني ممكن اقول ايه؟ هو انتوا رايحين الزو، رايحين حديقه الحيوان، فتقولي ايوه احنا رايحين، يبقى انا سالتك بيو انتم، وانت لما جاوبت قلت لي وي نحن، يبقى اعرف ساعات ممكن يتحولوا كده. تمام؟ طيب وطبعا لو هو بيقول لك ماي وانت عايز تسال، هتشيل ماي دي وتخليها يور. تمام؟ مش احنا حولنا اليو حولناها الى يبقى نفس الكلام، لو لقيت يور حولها الى ماي والعكس صحيح. طيب انا عارفه ان انت دلوقتي عمال تقول هي ميس اميره بتقول ايه وانا مش فاهم، بس ما تقلقش، هنحل دلوقتي اسئله كتير ومن الحل ده هيثبت. ده ما بيثبتش اصلا غير من الحل. حاجه كمان، انت لازم الاول تحفظ ادوات الاستفهام وتحل معايا. تمام؟ في حاجه هتنقص انت كده مش هتعرف تتصرف او مش هتعرف تحل عليه، دي بقول لك اهو. طيب سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هناخد اداه الاستفهام الثانيه اللي هي عباره عن وير. يعني ايه يا ميس اميره كلمه وير دي معناها اين، اللي معناها ايه باللغه العربيه كده او بالعاميه؟ فين. لما اسالك هو انت فين، بتسال عن ايه دي بقى؟ بتسال عن المكان. بتسال عن ايه؟ المكان. بس خلي بالك دي بحطها لما يكون عندي اساسا في حرف جر بعديه مكان. مش فاهم؟ هحط لك دلوقتي سؤالين وخليك انت تكون السؤال لوحدك. سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب تعالى كده بقى يلا بينا نحل السؤالين دول اللي هم في غايه الاهميه. اول سؤال بيقول لك I live in Alex، انا بعيش في أليكس. والسؤال الثاني بيقول لك I visited the zoo. هنحل واحد واحد. حاول انت توقف الفيديو وتحلهم انت الاول مع نفسك، وبعد كده تشوف حلتهم صح ولا غلط. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بيقول لك I live، انا بعيش في اسكندريه. حلو، يبقى احنا عارفين ان لقينا هنا مكان بيعيش في الاسكندريه، يبقى انا عايز اقول انت بتعيش فين. يعني ايه فين؟ وير. يبقى اول حاجه انا حددتها اداه الاستفهام اللي هي وير. ما اعرفش خطي حصل له كده ليه، والله انا خطي احلى من كده، بس تقريبا دي عين وصابتني ورب العرش نجاني الحمد لله. هقول وير، وبعد كده هقوم بص على الجمله بتاعتي، هي فيها اصلا مساعدين ولا ما فيهاش؟ اي مش مساعد، ليف مش مساعد، وان أليكس مش مساعد برضو. فانا ما لقيتش عندي يا جماعه اصلا اي مساعدين. طب انا هعمل ايه؟ احنا قلنا لو ما لقيناش اي مساعد، في 3 مساعدين بيستخبوا، كنت كاتباهم لك في نفس الحته. مين هم 3 مساعدين اللي عندهم رهاب اجتماعي؟ هم الدو والدوز والديد. الدو والدوز والايه يا شباب؟ والديد. اعرف ان الدو دي بحطها لما الاقي الفعل عندي في المصدر ما فيهوش اي اضافات. طب انا امتى احط الدوز؟ لما الاقي الفعل بتاعي في حرف الاس. طب انا امتى احط الديد؟ لما الاقي عندي الفعل في التصريف الثاني، يعني فين؟ في الماضي. ايه ده يا ميس اميره؟ يعني دول المساعدين الوحيدين اللي لو ما لقيتهمش او ما لقيتش اي مساعد في الجمله هحطهم؟ اكتب بقى ان المساعدين دول عندهم رهاب اجتماعي، يحبوش ينزلوا في الجمل العاديه. لو لقيت الجمله بتاعتك ما فيهاش اي مساعد، اعرف ان انت هتحط يا دو يا داز يا ديد، حاجه من ال3. طب تعالى كده حلو. انا رحت عند الفعل اللي هو ليف، سالته قلت له هو انت يا ليف
فيك اضافات ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اس يبقى مش هحط داز. تصريف تاني هو ماضي، لا هو مضارع عادي ومصدر، ما ده مصدر قلت لك احط مع المصدر دو، فاقول ايه بقى وير دو. طب كل مساعد عنده ضمير، مين الضمير اللي هو قلنا الاي يتحول ايه لسه قايلاه، يتحول الى يو، وبعد الضمير نحط الايه الفعل اللي هو كلمه ايه ليف. هنعمل فيه حاجه؟ لا هننزله مصدر، لان اصلا كلمه دو بيجي بعديها الفعل فين؟ في المصدر، وده اللي احنا قلناه قبل كده. طيب السؤال اللي بعد كده بص يعني تحفه 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 تحفه، بيقول لك انا زرت الزو صح كده. طيب انا هسال بقى، انا عارفه ومتاكده ابن مصر كلها دلوقتي تسال تقول وير. ينفع بالعربي اقول اين انت زرت ولا ماذا انت زرت؟ يعني انت زرت ايه صح؟ يبقى انا هحط وير ولا هسال بوات؟ هسال بوات. ايه ده ليه يا ميس اميره مش قلت لنا لو في مكان نسال بوير؟ واحده واحده يا ابني، وسمي الله معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو عندك حرف جر جاي بعديه المكان اعرف ان انا هسال فعلا بوير. لكن انت عندك هنا حرف جر ولا مفيش حرف جر؟ مفيش حرف جر. ما دام مفيش عندك حرف جر والمكان موجود على طول مش هسال بوير، هسال بوات، واقول لك هو انت زرت ايه. كلمه ايه ديت اللي هي ايه؟ وات. شفت كمان ترجمه العربي بتجيب نتيجه ازاي؟ يبقى انا هقول ايه بقى؟ هقول وات، وبعدين كل اداه الاستفهام يجي بعديها فعل مساعد يساعدها. جاء طلع لي واحد براس بخاخه دلوقتي قال لي ميس اميره هو انا لو قلت يو دو يعني شالت الاثنين دول كده هيحصل حاجه؟ ايوه طبعا هيحصل حاجه، وهنقصك في الامتحان وهنقصك السؤال. حلو كده. تكوين السؤال اعرفوا احفظوا زي ما احنا قلت. تكوين السؤال اداه الاستفهام يجي بعديها فعل مساعد يساعدها، وكل مساعد عنده ضمير وبعد الضمير الفعل. وشكرا. هقول وات وبعدين هعمل ايه؟ كلمة فيست دي بتدل على الماضي صح؟ يبقى انا هنزل مساعد. قلنا لو ماضي ديد. طب كل مساعد طبعا عشان ما فيش اصلا مساعدين عشان كده نزلت ديد. كل مساعد عنده ضمير، الاي تتحول الى يو، يبقى اقول وات ديد يو، وبعد الضمير هننزل الفعل، بس ديد يجي بعديها الفعل فينا رجاله. حد فاكر؟ في المصدر من غير اي اضافات. الله ينور. عشان كده انا شرحت لكم زمن البريزنت والباست عشان تبقى فاهم الكلام ده. يبقى اقول لك وات ديد يو فيزيت، ايه اللي انت زرته. ايه هي بقى الاجابه اللي انا مش هينفع انزلها؟ كلمه زازو. ما انا لو هنزل زازو واقوم منزله وات يبقى انا سالت بايه؟ يبقى لازم في حاجه تتشطب، يبقى انا هشطب على كلمه زازو. يا ريت تكتبوا السؤالين دول عندكم وتضيف عندك حاجه ان لازم عشان اسال بوير يكون في حرف جر ومكان. طب لو ما فيش حرف جر هحط وات. طب انا اصلا مش عارف مين حروف الجر، تعالى هقولهم لك هم كده كده انا كاتباهم لك عشان ايه؟ عارفه ان انت هتقع في الوقعه الفظيعه ديت. بص يا حبيب قلب ام خالد، ما اعرفش ايه ام خالد انا بس ماشي. بقول لك اهو لازم يكون في حرف جر وبعديها في ايه؟ في مكان. مين هم حروف الجر؟ اقول لك ان، في، اون، على، اندر تحت، نيكست تو بجوار، ان فرونت اوف معناها امام، بيهايند خلف، ان اوقات لو جه بعديهم مكان. اسالك سؤال عليه فلوس بس انت بما انك ورا الكاميرا فانت مش هتاخد حاجه بس مش مشكله. هو ان وات الاثنين هيجي بعديهم مكان صح كده؟ طيب ان هيجي بعديها مكان ايه وات هيجي بعديها مكان ايه، ولا الاثنين زي بعض والدنيا هيصه؟ اقول لك انا حاول توقف الفيديو وتفكر كده شويه، ولو عملتها صح بقول لي اللي انت قلتها صح. هي ان هيجي بعديها مكان، وات نفس الكلام، بس ان يجي بعديها مكان كبير. ايه مكان كبير ده يا ميس اميره؟ مش فاهم حاجه. مكان كبير شبه مثلا لما اقول لك ان اليكس دي مكان كبير، لما اقول لك ان كايرو يعني لو لقيت عندك من الاخر، لو لقيت عندك مثلا محافظه، لقيت عندك دوله، اعرف اني احط ان. امال ات بتيجي مع ايه؟ ات بيجي بعديها مكان بس محدد صغير. يعني ايه مكان صغير؟ مكان صغير متحدد، يعني اي حاجه جوه المحافظه بقى، اي حاجه جواها. يعني اقول لك مثلا البنك مكان صغير مثلا. لما اقول لك ايه تاني؟ لما اقول لك اي مكان جوه المحافظه، انا مش جاي في دماغي اي مكان مش عارفه ليه. فمثلا اقول لك باربر شوب اللي هو محل الحلاقه، تمام؟ يبقى انت لو لقيت اي مكان كده جوه المحافظه بقول عليه مكان صغير فهيجي معاه ات. يبقى عرفت الفرق ما بينهم، ان مكان كبير وات مكان صغير. طيب بعد كده كلمه بتوين اللي معناها بين. طيب انا سالت لك نفس السؤال I live in Alex وعملت لك تكوين السؤال where do you live شبه ما لسه قايله لك من شويه. طيب جيت بعد كده في نمبر 3 بقول لك في حاجه اسمها هاو. يعني ايه كلمه هاو دي؟ معناها كيف او ازاي. لما بقول لك هي ازاي الحاجه دي بتحصل او حصلت، يبقى خلي بالك كده ان كلمه هاو دي معناها ازاي. طيب عايزه اقول لك حاجه، بتسال عن ايه دي؟ بتسال عن الحال او وسائل المواصلات. يعني ايه عن الحال؟ لما اسال عن حالك انت واقول لك هو انت عامل ايه، يعني بسال عن حالك، او بسال عن حال الطقس فاقول لك هو مثلا كيف يكون الطقس. يبقى انا لما اسال عن حالك انت او حال الطقس او اي حال هسال بكلمه هاو. طيب اعرف كمان ان انا بسال عن وسائل المواصلات. لما اقول لك
انا جايه بالتاكسي، فحضرتك عايز تسالني وتقول لي ميس اميره هو انت حضرتك جايه ازاي؟ كلمه ازاي دي اللي هي هاو، يبقى اعرف ان هاو ديت اللي هي معناها كيف، او بالبلدي منا كده معناها ازاي. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول ما تلاقي باي جاي بعديها وسيله مواصلات اعرف اني هسال بهاو. اهو اقول لك باي بلين، بلين دي اللي هي الطياره، كار عربيه، باي تاكسي. طب انا بقى هحط لك اسئله عشان اطمن ان انت فهمت. لما ما تبصش على الاسئله اللي مكتوبه، ركز على الاسئله اللي انا هكتبها لك. لما اقول لك I went by car، انا رحت بالعربيه، وعايزه اسال واقول حضرتك رحت ازاي. يعني كلمه ازاي اللي هي هاو. حلو، قلنا كل اداه استفهام هيجي بعديها فعل مساعد يساعدها. حلو، لقيت انا مساعدين؟ لا، بس هبص على وينت ماضي. قلت لك لو لقيت ماضي هحط المساعد مين؟ did. حلو، كل مساعد عنده ضمير. طب ميس اميره الضمير بجيبه منين؟ اللي هو موجود في الاول، الاي بتتحول الى يو، يبقى اقول هاو ديد يو. كل مساعد عنده ضمير، وبعد الضمير بنزل الفعل، بس ديد الفعل بعديها هيجي فين؟ في المصدر من غير اي اضافات. يبقى انا هنزلها وينت؟ لا، هنزلها ارجعها لاصلها تبقى جو. يبقى هاو ديد يو جو، واحط الكويستشن مارك علامه الاستفهام بتاعتي، وباي كار هي الاجابه. طبعا مش هينفع انزلها مع السؤال. فهمنا كده يا جماعه؟ طيب لو انا بسالك وبقول لك اهو، بص كده هو بيقول لي ايه؟ بيقول لك I am fine، انا كويس، وعايزه اساله طبعا السؤال ده من واحنا صغيرين، هقول له انت كيف حالك، عامل ايه؟ هقول how are you. طيب لما اقول لك I work hard، انا بعمل بجد، او لما اقول لك hardly بجديه، او اقول لك fast بسرعه، او slowly ببطء، كل دول يا جماعه اسمهم adverb. ايه الادفيرب ده؟ اللي هو الحال. لو انت لقيت عندك ادفيرب اعرف برضو اني هسال عنه بهاو، بازاي. هو انت ازاي بتشتغل؟ يقول لك انا بشتغل هارد بجد. اقول لك انت ازاي بتعمل ازاي؟ فاقول لك فاست بسرعه، او سلولي ببطء. يبقى اعرف ان انا لقيت ادفيرب هسال بيه هاو. طيب هقول ايه بقى؟ مثلا اقول لك اي ورك هارد، فبص نشطب على دي كانك مش شايفها. هنبدا نكون السؤال. احنا هقول هاو، وبعدين كلمه ورك دوت فعل في المصدر، في مساعدين ما فيش، يبقى يا دو يا داز يا دي الثلاثه اللي عندهم رهاب اجتماعي. ورك ديت في المصدر، يبقى انا هحط مين؟ دو، وكل مساعد عنده ضمير. حلو، الاي تتحول الى لسه قايله يو، وبعد الضمير هنحط الفعل. مين الفعل؟ هو كلمه ايه؟ ورك. طب انا ينفع انزل هارد؟ لا، ما هو انا بسال هو انت كيف تعمل، هو انت ازاي بتشتغل، فالاجابه هي كلمه هارد اصلا. تمام كده؟ طيب لما اقول لك the weather is hot today، يعني بقول لك، لا هنا المفروض يكون في نقطه يا جماعه، في فول ستوب معلش. بقول لك ان الويذر اللي هو الطقس النهارده بيكون الجو حر، فانا عايزه اسال اقول الطقس عامل ازاي؟ هقول هاو، هي كده كده مكتوبه بس انا هقول لك جت من هاو. طب وبعدين بقى، بص بقى انت هنا عندك مساعد از، هنعمل ايه؟ هتنزله زي ما هو واقول هاو از، وبعد كده احط الضمير اللي في الاول هو كلمه ايه؟ ذا ويذر. يبقى هاو از ذا ويذر معناها كيف يكون الطقس. الطقس عامل ازاي، وتحط علامه الاستفهام، والاجابه بتاعتك ان هو المفروض يكون هوت today. تمام كده يا جماعه؟ عرفنا هنعمل ايه؟ طيب ننتقل الى اللي بعد كده. عايزه اقول لك ان انت لازم تحفظ ادوات الاستفهام، لان وانت مش حافظهم مش هتعرف تجاوب ولا هتعرف تكون السؤال اصلا. هنخش بعد كده على عيله هاو بقى. هي عيله هاو دي كبيره، مش كبيره جدا، ربنا معانا يا رب، اللهم امين. اول حاجه هاخد حاجه اسمها هاو اوفن. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مره. يطلع لي حد جميل مذاكر اللي فات يقول لي سمعتها قبل كده، وانت حضرتك بتشرحي لنا زمن البريزنت سيمبل، قلت لنا ان احنا الكلمات بتاعه البريزنت سيمبل مين هم؟ always, often, sometimes, usually, every, never, rarely, scarcely, seldom, daily occasionally. الكلمات دي كلها قلت لك اول ما تشوفهم او اي حاجه فيها تكرار هسال بها often كم مره. حلو ان انت لسه فاكر، انا تخيلتك ان انت فاكر، مش مشكله. كلمه هاو often دي يا جماعه اللي معناها كم مره. امتى احطها؟ لو لقيت كلمه من كلمه البريزنت سيمبل، او لو لقيت اي حاجه بتدل على التكرار. انا عايز دلوقتي انت بتقول، انا جايه اقول لك انا بروح النادي مرتين في الاسبوع، فانت بتسالني وبتقول لي ايه؟ ميس اميره حضرتك كم مره بتروحي النادي؟ لما اقول لك بروح مره في الاسبوع، فانت تسالني تقول لي كم مره برضو بتروحي النادي. فانا لما عاوز اسال بكم مره هقول ايه؟ هقول هاو اوفن. طب حلو، لما اقول لك مثلا she always goes to Alex، بص كده كانك مش شايف الاجابات دي، وشوف هي جت منين. احنا نبدا نعمل السؤال. هقول هاو اوفن. حلو، وبعد كده هقوم جايين باصين. احنا المفروض هو بيقول لك ان هي دايما بتروح اسكندريه، وانا عايزه اقول لها حضرتك كام مره بتروحي اسكندريه؟ هقول هاو اوفن. في مساعدين باينين؟ مفيش. قلنا ده مفيش، يبقى في كام واحد مستخبي؟ 3، يا دو يا داز يا ديد.
انا لقيت عندي جوز ده فيه اس، يبقى انا احط المساعد اللي فيه اس، يبقى هقول هاو اوفن داز، هو المساعد اللي فيه اس. وبعدين قلنا كل مساعد عنده ضمير، مين الضمير اللي هو شي بقى بيتحول لا ينزل زي ما هو، احنا قلنا بس اللي بنحوله اللي هو الاي او البي. هقول شي حلو، وبعد الضمير بنحط الفعل اللي هو كلمه جوز. يا ترى نزل اولويز؟ لا طبعا، ما هي ميس اميره هاو اوفن اصلا بتسال عن كم مره، فانا عايزه اقول هو انت كم مره بتعمل حاجه، فاكيد الاجابه هي اولويز اللي انا مش هحطها، يبقى دي كده انا مش هنزلها. تمام، طب هي الاجابه. طب وبعد كده بعد قلنا الضمير هننزل الفعل، بس خلي بالك ان داز يجي بعديها الفعل فين؟ في المصدر من غير اي اضافات. يبقى اقول جوز ولا جو بس؟ لا هقول جو بس، لان اصلا كلمه داز دي خطفت الاي اس من كلمه جو، خدتها لنفسها. تبقى هاو اوفن داز شي جو تو اليكس، يعني كم مره هي بتروح اسكندريه، والاجابه ان هي بتروح ايه بقى؟ اولويز، دايما. طيب السؤال اللي بعد كده هتلاقي هو نفس السؤال ده. I went to the club twice a week. أنا رحت النادي، كلمة كلاب النادي رحتها مرتين في الأسبوع، وعايزة أسأل نفس الفكرة، هقول how often. هقول how often did you، وقلنا بعد كده هنحط بعد ديد الفعل فين؟ في المصدر من غير أي إضافات. طب كلمة went بقى دي هنرجعها لأصلها، يبقى اسمها go، وبعد كده أكمل وأقول to the club. كم مرة أنت رحت النادي؟ تمام كده. طيب هننقل بقى دلوقتي على اداه الاستفهام اللي بعد كده اللي هي اسمها هاو ماني، ولكن ابتداء من هنا احنا حلينا كتير وقلنا حاجات كتير بقى، ابتداء من هنا هناخد والدتي تساعدني في الحل، عشان انت واخده بالك يا امي دي بقول اهو. طيب هناخد كلمه هاو ماني، يعني ايه هاو ماني يا مس اميره؟ اللي هو معناها كم عدد. انا عايزه اسال هو الحاجه دي عددها قد ايه؟ بص بقى سؤال هاو ماني فيه تريك شويه، ليه؟ تكوينه مش زي الباقي، هو مختلف في سن بسيط قد كده. تعالى نشوف السنه دي عباره عن ايه. هاو ماني اللي معناها كم عدد تكوينه، انه بحط هاو ماني بس بعديها بحط العدد على طول، وبعد العدد بنزل عادي بقى المساعد، وكل مساعد عنده ضمير، وبعد الضمير الفعل. بس في مشكله بس صغيره، ان هاو ماني اللي معناها كم العدد، يعني مثلا عايز اقول لك كم عدد الاقلام، على طول بحط بعد هاو ماني العدد على طول. تمام كده، يعني ما يعني مثلا ما احطش المساعد على طول، لا بنحط هاو ماني وبعديها العدد، وبعد كده تكون السؤال اللي احنا حافظينه اصلا. طيب عايزه اقول لك حاجه، ان العدد ده لازم يكون جمع، اكتب كده ان هو لازم يبقى جمع عشان مش مكتوب عندك، لازم يبقى جمع. يعني ايه؟ يعني هقول لك كم عدد القلم ولا كم عدد الاقلام؟ اكيد الاقلام، يبقى اكيد هقول هاو ماني بنسلز، مش هينفع اقول بنسل واحد، لا. طب ما دام انت عارف ان هو قلم واحد بتسال عن عدده ليه يا ذكي، يبقى هقول هاو ماني بنسلز، يعني بعد هاو ماني هحط الاسم ايه؟ جمع، دي بقول اهو خلاص. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنمسح كل الكلام الموجود ده ونخلي والدتي تحل معانا. هنعمل نفسنا مش شايفين الصفحه دي خالص، وهنبدا نكتب في البورد هنا على جنب. بص الصراحه انا هجيب سؤال سهل وسؤال تاني صعب. بقول I ate 5 مثلا bars of chocolate. ده سؤال سهل، واللي بعديه مش سهل الصراحه، وهياخد وقت طويل واحنا بنشرحه، بس انا لازم اقوله عشان ما ينفعش تبقى طالب كبير كده ومش عارف الفرق بينهم. I have 3 oranges. سمي الله بقى معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا رجال، I ate 5 parts of chocolate، وهناخد والدتي هتساعدني. يلا يا أم توكلي على الله. أنا دلوقتي بقول أنا أكلت 5 بار من الشوكليت، وعايزة أسأل هو أنت أكلت قد إيه؟ كم عدد البارز من الشوكليت اللي أنت أكلتها؟ يبقى أنا هقول هاو ماني، وبعد كده هنزل العدد على طول، صح؟ هقول هاو ماني الإيه؟ البارز أوف الإيه؟ البارز أوف الشوكليت. والله العظيم أنا خطي أحلى من كده، أنا معرفش إيه اللي حصل للقلم، معرفش، أنا خطي أحلى. ماشي. هاو ماني بارز اوف الشوكليت ايه بقى؟ بص بقيت لك ايه، انت ما عندكش مساعد صح؟ قلنا ما دام ما فيش مساعدين من اللي احنا لسه قايلينهم، يبقى يا دو يا داز يا ديد عندهم رهاب اجتماعي. ايت في الماضي صح؟ يبقى انا هجيب المساعد مين يساعدني؟ ديد. حلو، وكل مساعد عنده ضمير. مين الضمير؟ اللي هو الله ينور. قالت لك الاي، احنا الضمير مش بنجيبه من دماغنا، الضمير بنجيبه من الجمله. الاي اصلها ايه او تتحول تبقى ايه؟ تبقى يو. يبقى هاو ديد يو، وبعد كده انزل الفعل فين؟ في المصدر بعد ديد. الله ينور، يبقى مصدر ايت. الله ينور. طب اسال سؤال، ينفع انزل 5 العدد؟ ينفع انزله؟ انت اصلا يا ميس اميره بتسالي عن العدد، ازاي تنزلي؟ يبقى مش هينفع انزله. تمام، يبقى هقول ايه؟ هحط الكويشن مارك بتاعتي، وهي الاجابه مش هينفع انزلها لاني انا اصلا بسال عن عدد البارز اوف الشوكليت. السؤال ده بقى الصراحه يعني هو اللي مش سالك خالص.
بصي يا امي بيقولك ايه، انا I have 3 oranges. انا عندي، انا ليه حاطه علامه استفهام دي بالغلط؟ انا عندي 3 برتقانات، تمام؟ وانت المفروض بقى تسالي تقولي كم عدد البرتقان اللي عندك، بس دي فيها تريك ومش سهله. سهله جدا. ماشي، قالت سهله على بركه الله. هقول هاو، نكتب كده هاو ميني. هاو ميني ايه؟ اورنجز. صح، قالت لك ميس اميره احنا بعد هاو ميني بننزل العدد اللي هو كلمه اورنجز. هننزل كلمه 3 ولا 3 دي لا؟ صح، دي الاجابه مش هينفع انزلها. انا عايزه اسال عن عدد البرتقال. هقول هاو ميني اورنجز دو. مش هننزل هاو عشان هاو مش هينفع. وانت بتملك كم؟ ما خلي بالك بقى، ما انا مش عارفه دلوقتي. قالت لك هنزل دو مش هنزل هاف. هنشوف. هنزل دو يو يعني، وبعد كده ايوه دو يو هاف. هاف. سقف يا ابني، سقفه منك لولو بيوم. الله ينور عليك يا امه. الله ينور عليك يا امي. برافو 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 امي. هقول لك على حاجه، انت تستحقي 20 جنيه كمان غير 20 جنيه اللي ما تتهلكيش صراحه ما طلعش. طيب بص بقى، انا افهمكم عشان انا متاكده ان في ناس كتيره جدا قالت لي ميس اميره مش حضرتك قلتي من شويه ان هاف دي اصلا مساعد واحنا بننزله اول ما بنشوفه، ازاي انت حضرتك دلوقتي نزلتي دو وما نزلتيش الهاف؟ وانا متاكده ان في ناس كتير هتحلها غلط. لو انت فاكر من شويه انا قلت لك ايه؟ الهاف والهاز يجي بعديهم فعل تصريف كام؟ تالت، صح؟ هي هاف ديت المكتوبه عندك جاي بعديها تصريف تالت ولا اسم؟ اسم. لو انت عندك الهاف والهاز بعديهم تصريف تالت هتنزلهم مساعدين. طب لو مفيش بعديهم تصريف تالت هنزل المساعد مع الهاف هنزلها دو. طب مع الهاز فيها اس يبقى هنزلها دز. الله اكبر يا ميس اميره على الانجليش اللي بنكتشف ان في خبايا كل مره واحنا نحسب الموضوع هيصه. لا مش هيصه خالص، ده في تريك بسيطه كده تخليك عامل كل حاجه غلط، تبقى طالع عارف ان انت مقفل بس اساسياتك واقعه، فانت تلاقي نفسك نقصت وتطلع بقى اولياء الامور بقى ابني نقص كان زي الفل وما فيهوش اي حاجه، ما اعرفش ايه اللي نقصه. اللي نقصه عشان هو الاساسيات بتاعته واقعه ومش عارف الفرق اصلا ايه. فتعالى اقول لك واكتب ورايا. بص يا حبيب قلبي، الهاف والهاز دول لو جاي بعديهم الفيرب تصريف ثالث يبقى دول بالنسبه لي كده مساعدين وانا هنزلهم عادي. حلو كده، هنزلهم. طب يا ميس اميره لو لقيت الهاف والهاز جاي بعديهم الاتنين اسم، لو لقيت جاي بعديهم اسم ومفيش تصريف ثالث موجود، تصريف التالت مش موجود، اعرف ان مع الهاف هنزل معاها المساعد دو ومع الهاز هنزل معاها المساعد دز. طب انا لو لقيت هاد هي مش هاد دي ماضي يبقى انا اكيد هنزل معاها المساعد مين؟ ديد. ده امتى اعمل كده؟ في حاله ان مفيش تصريف تالت ولقيت جاي بعديها اسم. طب لو لقيت تصريف تالت لا هنزلهم بقى، هنزل هاف والهاز عادي كأن هما مساعدين. عرفنا الفرق؟ تريكس بسيطه جدا بس هتلاقي نفسك وقعت فيها، وده حاجه سؤال يعني دي حاجه مهمه جدا وبتجيلك كتير في سؤال المحادثه اللي انت مش بتحبه. فشفت بقى الاساسيات حلوه ازاي؟ طيب نكمل. يبقى الله ينور عليك يا امي والله ينور عليكم يا جماعه، اي حد جاوبها كده الله ينور عليك. طيب هنمسح بقى كل ده ونبدا نكبر الشاشه بتاعتنا عشان نكمل. ما انا هعمل كده على الله بقى. طيب بص هنا كده بقول لك ان انا لما عاوز اسال، بص ده ممكن تشيله من هنا وتخليه فيها ماتش، يعني دوت هنحتاجه بس فيها ماتش. طيب فما تشطبش عليه، اعمل بس كده عليه دايره كده ونزله مع هاو ماتش. بص يا حبيبي، يعني ايه هاو ماتش؟ معناها كم الكميه، بس ده بقى هنا انا مش هسال عن عدد انا هنا هسال عن كميه حاجه. لو انا عندي رز وعايز اقول كم كميه الرز اللي انت اشتريتها فاقول هاو ماتش. يعني لو حاجه لا تعد هقول هاو ماتش. جبت مثلا ملك لبن فاقول انت جبت قد ايه لبن مثلا عشان نعمل شاي بلبن فتقول ايه هاو ماتش برضو وتحط بعديها الاسم التي لا يعد. حلو. مش انت هاو ميني حطيت بعديها الاسم التي يعد؟ هاو ماتش هيجي برضو بعديها الاسم بس التي بقى لا يعد. يعني مثلا انا بقول لك هاو ماتش اهو يجي بعديها الكميه وبعد كده نحط المساعد وبعد كده الضمير وبعد كده الفعل. بس خلي بالك هاو ماتش دي ليها معنيين، ممكن يبقى معناها كم الكميه وممكن كمان يبقى معناها كم تمن. اكتبها عندك، كم تمن، هي الحاجه دي تمنها قد ايه. طيب بص كده مثلا هنعتبر نفسنا ان احنا مش شايفين دي، تمام؟ وانا هسالك هقول لك السؤال ده اتكون ازاي. امي هتساعدني في كل واحده. يلا امي كده بيقول لك اي بوت، هنحل السؤال ده مع بعض. اي بوت 3 لترز اوف الميلك، انا اشتريت 3 لتر من اللبن ودي محتاجه تفكير شويه. وعايزه اسال اقول هاو ماتش، هقول هاو ماتش ايه؟ احنا قلنا هاو ماتش يا امي بيجي بعديها عدد ولا كميه؟ كميه. طب انا ينفع بقى كميه، هو مين هي الكميه؟ اللتر من اللبن ولا اللبن بس؟ لا
لا اللبن اللتر، هقول لك انا عايزه لتر 2 3، يبقى كلمه لتر دي تتعدى ولا ما تعدش؟ تتعدى عادي. يبقى انا هنزل لتر اوف ميلك ولا انا هنزل ميلك بس؟ هنزل ميلك بس لو انا عايزه احط هاو ماتش. طب انا امتى انزل كلمه لتر اوف ميلك؟ لو انا عايزه اقول هاو ماني. هاو ماني معناها كم عدد؟ كم عدد اللترات اللي انت جبتها من اللبن، لان الليتر بتعد لتر 2 3 بتتعد، فساعتها اقول هاو ماني لترز اوف الميلك. طب لو عايزه اقول ميلك بس يبقى انا هقول هاو ماتش ميلك على طول. تمام؟ فهمت الفرق ايه؟ عشان هي رخمه. هقول هاو ماتش وبعد كده انزل كلمه ايه؟ ميلك، وبعد كده هننزل مساعد بوت ماضي. مفيش اصلا مساعد، يبقى المساعد كده اللي مستخبي هو دي، عشان بوت ماضي. كل مساعد عنده ضمير، من الضمير الاي يتحول الى يو، وبعد الضمير ننزل ايه يا رجاله؟ الفعل. حلو. مين الفعل؟ هو بوت، بس ننزله بوت؟ لا، الله ينور، دي تيجي بعديها مصدر من غير اي اضافات، يبقى اقول باي. وبعد ضمير احنا خلاص نزلنا الفعل، بس انزل 3؟ لا طبعا 3 لترز دي هي الاجابه، مش هنزلها، واحط علامه الاستفهام زي ما هي. طب هي ممكن اقول بتساوي ايه؟ هاو ماني ايه؟ لترز اوف الميلك، يعني سواء هتقول كده صح او هتقول كده صح. طيب هنا بقى واحد بيقول لي الشنطه بتاعتي تكلفتها 300 باوندز، يعني 300 في هنا 300 جنيه، وانت عايز تسال وتقول هي كام سعرها. يعني ايه كلمه كام سعرها؟ اسمها ايه بقى؟ بص بقى كده، انا اشيل ده، اسمها ايه؟ تعالى كده نشوف، عشان انا هسالك سؤال هنا بصراحه فيه ذكاء صراحه. هقول هاو ماتش وبعدين نزل المساعد اللي هو از عادي. ايه ده؟ ما نحطش كميه؟ لا، ما هنا هاو ماتش هنا معناها كم، تمنها قد ايه، فنزل هاو ماتش وبعد كده المساعد عادي، وبعد كده اكمل اقول هاو ماتش از ذس باج. الشنطه دي تكلفتها قد ايه؟ و300 باوند هي الاجابه. لما عاوز اسال عن التكلفه ممكن احط سؤال تاني، يعني ممكن اقول هاو ماتش از واحط الشيء اللي انت تسال عن تكلفته، او ممكن اقول حاجه تانية. في سؤال كده كان في ناس كتير عارفاه، اول ما الاقي تكلفه هسال عن السؤال ده، اسمه هاو ماتش ايه بقى؟ تعرفي يا امي تعرفي؟ طيب احنا كده نخصم ال20 جنيه اللي فاتت. هقول هاو ماتش يا جماعه وبعد كده اكتب does it cost. يعني ايه؟ معناها كم، اللي هي الايت اللي هي عايده على الباج اللي هو هيجيبها، كوست تتكلف. how much does it cost، او ممكن اقول how much does the bag cost. ايه ده يا ميس اميره؟ الاثنين بيساووا بعض؟ اكتب بقى ان الجمله دي او السؤال ده هو ممكن نسال عليه بطريقه تانية اسمها how much does it cost، معناها كم تكلفته. طيب سمي الله معايا وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول كلمه دلوقتي، انا خلصت اداه الاستفهام هاو ماتش، هسال او هقول لك عندي حاجه اسمها هو. يعني ايه هو؟ وخلي بالك هنا في سؤال برضو فيه تفكير. هو دي برضو من ادوات الاستفهام اللي بنحط جنبها نجمه، عشان كده انا مجمعاهم هاو ماني وهاو ماتش وهو يتحط عليهم نجمه كده عشان هم مختلفين شويه. هو معناها مين؟ بتسال عن الشخص، لما يكون عندك شخص بتسال عنه، فاحنا نعمل كده تمام ونكتب ان هي بتسال، اكتب عندك بتسال عن الشخص. طيب ازاي؟ لما اقول لك ساميه فيد اكات، ساميه اكلت القطه، وحضرتك دلوقتي عايز تسال وتقول هو مين اللي اكل القطه. يعني ايه كلمه مين اللي اكل؟ بص بقى عشان انت تقع في حته، بص يا امي عشان هتقعوا في حته دلوقتي انتوا كلكم فظيعه. انا دلوقتي عايزه اقول مين، يبقى انا هنزل ساميه ولا المفروض ساميه الاجابه؟ اجابه، فانا هشيلها خالص فاقول هو، وبعد ما انزل هو ثانيه بقى واحده. هو انا هنا فيد اكاد دي، هو مش احنا اصلا شلنا الضمير؟ مش الضمير ده المفروض كان بينزل في السؤال؟ مش احنا كنا نقول اداه الاستفهام يجي بعديها فعل مساعد يساعدها، كل مساعد عنده ضمير صح؟ طب الضمير موجود ولا اتشال؟ يبقى انا دلوقتي ما عنديش ضمير. هل يا ترى هدور على مساعد ولا ما ادورش على حد؟ ما ادورش على حد. يعني هعمل ايه؟ هشيل ساميه وانزل اي حاجه موجوده بعد ساميه عادي واقول هو فيد اكاد. فعشان كده بقول لك ان هو دي اسهل اداه استفهام، بتشيل الشخص اللي عندك وتكمل اللي باقي عادي. ايه ده؟ بس كده يبقى ما دام ما لقيتش عندك ضمير ما تدورش على مساعد، والله لقيته قدامك حطه. طب لو ما لقيتوش خلاص انزل موجود زي ما هو عادي واشيل الشخص. طب بص السؤال اللي بعديه برضو عشان فيه تريك. قال لك وكتب لك ضمير هنا، قال لك you went to the zoo with my family، انا رحت مع عيلتي، وانا دلوقتي عايزه اقول هو انت رحت مع مين؟ بصوا تاك ايه؟ هو انت رحت مع مين؟ يبقى كده في ضمير هينزل ولا مفيش؟ في ضمير هينزل. ما دام في ضمير هينزل، الضمير ده مش هنجيبه من غير مساعد، ما بنجيبش ضمير يقعد من غير مساعد، لازم كل مساعد عنده ضمير. تمام كده؟ او كل مساعد كل حد هيساعدني يبقى عنده ضمير. تمام؟ يبقى انا هقول ايه بقى؟ هقول هو
وبعدين بص احنا قلنا الضمير هينزل صح، يبقى انا هنزل مساعد عادي. went في الماضي صح، يبقى هقول ايه بقى؟ did. كل مساعد عنده ايه؟ ضمير، الاي تتحول الى يو، وبعد ضمير هننزل الفعل اللي هو went هنرجعها لاصلها، يبقى اقول ايه؟ go to زو. وخلي بالك لازم عايز اقول مع مين. كلمه مع مين دي اللي هي ويز، لازم تنزل ويز، لازم انزلها. وماي فاميلي هي الاجابه، مش هحطها. يبقى هو did you go to the zoo with، يعني انت رحت مع مين. ليه نزلت يا ميس اميره المساعد مع انك قلت لي هنا مش هنزله؟ لان في ضمير اتكتب، لكن فوق في ضمير اتكتب ولا مفيش؟ مفيش. ما دام مفيش ضمير عندك اتكتب بتشيل الشخص وتكتب اللي باقي كله زي ما هو. شفت يعني أداة استفهام واحدة ولكن في كل مرة بتلاقي حاجة مختلفة. فأنا بناقش معاك كل حاجة علشان مش في أي حاجة مش عارفها. هتقولي حاسس إن أنا هتوه من كتر أدوات الاستفهام. أقول لك لا يا قلب ماما، ما أنا بفضل الله يعني حطيت لك كم أسئلة عن الحاجات ديت هتخليك بص تفهم وتعرف كل حاجة، ولو حاجة نسيتها هتسترجعها وهقولهم لك في الفيديو. طيب بعد كده أنا مسحته ليه؟ مش مشكلة، هكتبه تاني عشان خاطر هطلع فلوس لأمي لو عرفته. المرة دي 50 جنيه، سؤال عليه 50 جنيه، ولو حد قاله هيبقى عالمي، ولو انت عرفت قولي ان انا عرفته وان انت عالمي كده. انا قلت who did you go to zoo with صح؟ عايزة اسأل نفس السؤال بس بطريقه تانية. هتقولي لي ازاي احط ايه؟ معرفش، انا معرفش اي حاجه، بس في طريقه تانية للسؤال. شبه ما كنا من شويه قلنا how much is this bag او how much does it cost، كان ليها طريقه تانية، دي برضو ليها طريقه تانية. وعلي المتفوقه بتعتمد الطريقه التانية في الامتحانات واللي بتميزها قوي عن غيرها. وهو بيصحح الامتحان المصحح كده بيبقى لا دي فاهمه تاسيس كويس ومتاسسه كويس. بيبان على فكره الطالب المتاسس من الطالب الهبيد اللي مش متاسس، اللي على الله حكايته ده اللي داخل انجلش كده بالحب. تعرفي؟ لا بصوا، شايفين ويز دي؟ انا عايزه اخدها، دي على فكره حرف جر، عايزه اخدها احطها في الاول. ينفع اقول ويز هو؟ خلي بالك كلمه هو دي من ادوات الاستفهام اللي ما تقبلش قبليها اي حروف جر. تقول لك لا شكرا، انا ما ينفعش اي حرف جر يجي يقعد قبلي كده، انا لازم ابقى اكون متميزه، ابقى موجوده في الاول. طب مين اداه الاستفهام اللي بتساوي هو زيها بالظبط بس ما عندهاش مشكله ممكن يجي قبلها حرف جر؟ اداه استفهام اسمها شبهها بس اسمها هوم، هنحط لها حرف ام زياده. يا نهار مش فايت. يعني الجمله دي ممكن اقول with whom واكمل واقول did you go to the zoo، ايوه، وتحط علامه الاستفهام. بص يعني قمه، مش عارفه اقول لك ايه صراحه، قمه في الاحترافيه بجد والله العظيم. فانا لو عايزه احط ويز دي احطها في الاول، او عايزه احط حرف جر في الاول ممكن احطه عادي حرف جر، بس ما ينفعش اقول هو لان هو لا تقبل حرف جر. مين اللي صاحبتها اللي شبهها اللي زي هي عادي مفيش مشكله تقبل حرف جر، اسمها هوم. يبقى انت اكتب كده ان هو دي بتساوي كلمه تانية اسمها هوم. طب انا ممكن اصلا اشيل هوم دي، يعني ممكن اشيل هو واحط بدلها هوم واحط ويز في الاخر، عادي برضو مفيش مشكله. يبقى انت لو لقيت كلمه هوم دي اعرف برضو ان دي معناها مين. بتسال برضو عن الشخص، بتسال عن الشخص، عشان ناس كتير بيلاقوا هوم في المحادثه ويقول لك يعني ايه هوم، احنا خدنا هو ما خدناش حرف الام ده. لا، اعرف ان الاثنين واحد عادي، بس الحرف الزياده اللي اتحط خلاها عندها يعني سياسه كده ان هي ممكن تقبل قبلها اي حرف جر. شفت انت جمال اللغه العظيمه؟ مش عارفه اتكلم اقول ايه اكتر من كده والله العظيم. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انت بتكتب الكلام ده كله ورايا يا حبيب قلب ام خالد. ها ماشي. جينا بعد كده بيقول لك واي. يعني ايه كلمه واي؟ معناها لماذا او ليه بالعامي كده. ليه بتسال عن ايه؟ السبب. انا بسال عن سبب الحاجه دي بتحصل. لماذا بتسال عن السبب ومعناها ليه بالعاميه. طيب بص بقى امتى بحطها دي يا مس اميره؟ اول ما تلاقي السؤال بي because الاجابه قصدي بي because، او لو لقيت to المصدر. يعني ايه كلمه because؟ معناها بسبب او لان. يعني ايه to مصدر؟ برضو معناها عشان، بس to لو لقيناها هنحط بعديها الفعل في المصدر. لو لقيت كلمه for وجاي بعديها ing برضو معناها عشان. لو لقيت اي حاجه من دول اعرف ان انت تسال بواي معناها لماذا. طيب لما اقول لك because واحط اعرف ان because دي بيجي بعديها جمله كامله. يعني ليه ما روحتش يا ابني المدرسه؟ اقول لك because مثلا I was يعني انا كنت تعبان. بص كده because بعديها جمله كامله.
طيب هقول لك انت ليه رايح النادي، عايز اقول علشان العب واحط تو، ينفع اقول تو اي بلاي؟ لا لازم احط بعديها مصدر، فقول تو بلاي. طب لو انا هحط فور وبرده معناها علشان، ينفع اقول فور بلاي؟ لا، فور دي من الكلمات اللي بيجي بعديها اي ان جي او حروف الجر اللي بيجي بعديها اي ان جي، فساعتها اقول فور بلاينج. يبقى اعرف ان الثلاثه بمعنى علشان، ولكن كل واحده بيجي بعديها حاجه مختلفه غير الثانيه. طيب اهو فور بيجي بعديها نون، اكتب نون اسم او فيرب في الاي ان جي، الاثنين صح مفيش مشكله، معناها عشان. دلوقتي بيقول لك اي ستادي انجلش تو باس اكزام، انا دلوقتي بذاكر انجليزي علشان اعدي في الامتحان، فعايزه اسال اقول له هو انت ليه بتذاكر انجليزي؟ طب يبقى انا هشطب كلمه تو باس اكزام دي بالنسبه لي كلها هي الاجابه، يبقى انا هسال اقول ايه؟ هقول واي. حلو. وبعد كده ستادي ده فعل في المصدر، فهنزل معاه المساعد دو، وكل مساعد عنده ضمير، الاي تتحول الى يو، بعد ضمير احط الفعل في المصدر فنزل ستادي عادي واكمل انجلش، والاجابه تو باس اكزام ومش هنزلها. طيب بعد كده I went to my grandfather for lunch. بيقول لك انا رحت عند جدي علشان اتغدى. بص الحقير رايح عند جده عشان يتغدى بس، بص شفت، لا اله الا الله. فانا دلوقتي عايزه اسال، بقول هو انت ليه رحت عند جدك؟ كاني مش شايفه دي، يلا امي ساعديني، هقول ايه؟ واي. كل اداه الاستفهام يجي بعديها ايه؟ فعل مساعد يساعدها، وانت في الماضي بنزل مساعد دي. طب عشان ما فيش طبعا مساعدين، طب وبعد كده الاي تتحول الى يو، كل مساعد عنده ضمير، وبعد الضمير هحط الفعل، وانت هنزلها ارجعها اصلها تبقى جو، واقول تو. بس خلي بالكم ما ينفع انا اقول لك انا رايح عند جدي، فلما تسال تقول هو انت ليه رايح عند جدك انت؟ انا قلت لك ما تتحول الى يور، ما يتحول الى يور، يبقى هقول go to your ايه بقى؟ your grandfather، your grandfather father، و for lunch هي الاجابه، مش هنزلها، اي دي الاجابه. تمام كده يا رجاله؟ طيب اداه الاستفهام بعد كده مش هيخلصوا، لا مش هيخلصوا دلوقتي، لسه قاعدين حبه شويه مع بعض. معلش بس والله هتبقى متمكن في حل الديالوج. كلمه هاو لونج دي معناها ليها معنيين، خلي بالك. ممكن يبقى معناها كام المده، انا دلوقتي رحت مثلا، اديك اكزامبل والله مش حقيقي لسه يعني، ربنا يكرم. اقول لك رحت شرم الشيخ، تمام، وقعدت فيها قد ايه بقى؟ بقول لك ان انا قعدت فيها اسبوعين، فانت عايز تسال وتقول دي ميس اميره راحت شكلها واستمتعت، دي بقى لها شكلها شهور هناك، هو بقول لك اسبوعين. فانت دلوقتي جاي تسالني بقى، عايز تحسدني، لا حول ولا قوه الا بالله، فعايز تقول لي ايه؟ ميس اميره هو كام المده اللي انت قعدتيها في شرم الشيخ؟ يعني ايه كلمه كام المده بقى؟ دي اسمها هاو لونج، يبقى هاو لونج معناها كام المده اللي انت قعدتها. طيب خلي بالك ان هاو لونج، بس حد طلع لي من تحت الارض كده قال لي اكسكيوز مي، مش هسكت، انا عارف ان هاو لونج اصلا معناها كام طول. لما اكون عايزه اقيس مثلا عندي كوبري وعايزه اقيسه، اقول لك هو كام طوله، فساعتها كنت بقول هاو لونج، صح كده؟ طب ازاي مس اميره ما هاو لونج معناها كام الطول، ازاي بتقولي عليها كام المده؟ انت زي الفل ومية مية. هاو لونج ليها معنيين، يا اما كام الطول يا اما كام المده، انت صح. طيب بقول لك بقى ايه تريكس كده، وان انت اول ما تلاقي كلمه سنس دي معناها منذ. سنس لو جاي بعديها مده او جاي بعديها وقت معين هسال بهاو لونج. طب لو لقيت كلمه فور جاي بعديها مده معينه برضو احط هاو لونج. لو لقيت كلمه اباوت جاي بعديها وقت، يعني بقول لك اباوت 7 دايز يعني حوالي 7 ايام، برضو هسال بهاو لونج. يبقى كل دي مفاتيح، اول ما الاقي الكلمات دي وانا مغمض هسال بهاو لونج. تمام كده؟ اقول لك هقعد حوالي 7 ايام، هقعد فور مثلا 5 ويكس يعني لمده 5 اسابيع. هقول لك مثلا ده انا قاعد هنا since 2000 او 2010 يعني قاعد هنا من سنه 2010. يبقى اول ما تلاقي سنس فور او تلاقي اباوت جاي معاها وقت، كل ده لو جاي بعديه فتره او وقت طويل كده، فانا بسال بهاو لونج معناها كام المده. طيب هنا بيقول لك I have traveled، اهو بقى السؤال ده احنا نشطب دي الاجابه ونخلي امي تساعدنا. بقول لك I have traveled to for 3 years to الاقصر، لقيت for 3 years اهو، يبقى انا اسال اقول له ايه؟ كام المده اللي انت سافرت ليها الاقصر، فاقول هاو لونج، وبعد كده كل ده الاستفهام يجي بعديها فعل مساعد يساعدها. انت قلت ايه؟ ليه هاف امي؟ عشان هو فعلا مساعد. حد دلوقتي قال لي ايه؟ منزل دو ولا دز؟ هقول لك ثانيه يا ابني، يا ابني مش انا يا ابني لسه قايله لك لما تلاقي فعل تصريف ثالث يبقى ده مساعد ينزل، يبقى هقول هاو لونج ايه بقى؟ هاف. كل مساعد عنده ايه؟ ضمير، مين الضمير اللي هو الاي تحول الى يو، وبعد الضمير هنزل الايه؟ الفعل. بس خلي بالك هاف دي بيجي بعديها تصريف ثالث، يبقى هقول ترافل ده عادي، وبعد كده اقول ايه؟ تو الاقصر. هنزل كلمه فور والوقت؟ لا طبعا هي دي الاجابه اللي انا اصلا بسال عنها. تمام يا ابني كده؟ تمام يا ضنايا حبيب قلب مخالد. طيب جيت بعد كده في نمبر 10 بقول لك when دي معناها متى الوقت، او هي لما اقول what time معناها ما الوقت برضو. لما تلاقي، بس خلي بالك what time دي
سبيسيفيك شويه، محدده شويه. لما الاقي كلمه تايم يعني، او لما الاقي مثلا at 7 o'clock، او ما تلاقي كلمه o'clock اسال بوات تايم عادي. بس لما اقول لك ده انا رحت امبارح تومورو امبارح ايه سوري، اقول لك يسترداي امبارح، او اقول لك تومورو بكره، لما تلاقي كده كلمه من الكلمات وما فيهاش o'clock اسال ساعتها بوين. يعني ما ينفعش اقول لك وات تايم الاجابه يبقى عليها تومورو، لا، وات تايم يبقى الاجابه عنها بكلمه o'clock. تمام. طب كلمة o'clock ديت انا ممكن لو لقيتها ممكن اسأل بوات تايم وممكن اسأل بوين عادي. تمام كده. طيب لكن لو لقيت بقى كلمة tomorrow غدا، كلمة on Saturday يوم السبت، لو لقيت last week last months، لو لقيت بي ام اللي معناها مساء، اي ام اللي معناها صباحا، in summer، اي حاجة من دي بسأل بايه؟ بوين بشكل عام. طيب بقول لك خلي بالك عشان انت لو انت ناسي، لو ناس مش عارفة اصلا انا امتى كنت بستخدم كلمة in و on و at، فاكر كده كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول سوري نكتب معلش. كنا بنقول on، لو فاكر on in at ايام شهور ساعات، الله اكبر. on بتيجي مع الايام الاسبوع، in بتيجي مع شهور السنه والفصول، خلي بالك، والفصول كمان. ايه الفصول دي؟ اللي هو فصول السنه، اللي هو السمر، الصيف، وينتر، اللي هو الفول، الخريف، اللي هو سبرينج، الربيع. طيب كمان ات بتيجي مع مع الساعات، لما يكون في ساعه فكان بيجي معاها ات. تمام. ده اللي كاتبه لك هنا. ات اوكلوك بيجي مع الاوكلوك. كلمه اون بتيجي مع ايام الاسابيع، وكلمه ان بتيجي مع شهور او فصول السنه. وكاتبه لك مين فصول السنه عشان تبقاش ايه تايه في بحر العلم. بص حبيب قلبي كده، هقولهم معاك عشان نتخيل حد ناسي، مش هقول حد مش عارف، حد ناسي. انا عيالي كلها متفوقه ما شاء الله عليها. سمر اللي هو فصل الصيف، كلمه اوتم اللي هو الخريف، وكلمه سبرينج الربيع، وكلمه وينتر الشتاء. بس خلي بالك فين اوتم والان سايلنت بتساوي كمان كلمه اسمها فول برضو اللي هو الخريف، اعرفوا. طيب بعد كده سمي الله بقى معايا وصلي على النبي السلام. نفس الفكره، I will go to Alex tomorrow. هسأل، هو بيقول لي tomorrow، فانا عايزه اقول له هو انت مسافر امتى، فانزل when. وبعدين لقيت مساعد will، ما دام لقيت مساعد انزله. كل مساعد عنده ضمير، الاي تحول الى نفس الكلام يو، وبعد ضمير انزل الفعل اللي هو جو. خلي بالك will دي ليها قاعده بيجي بعديها الفعل في المصدر، فنزل جو عادي واكتب to Alex، والاجابه اللي مش هينفع تنزل اللي هي كلمه tomorrow. طيب ملحوظه لو انت ما كنتش لاحظت معايا، بس المفروض تكون لاحظت، يعني ان كل المساعدين بينزلوا عادي في الجمله العاديه ما عدا الدو والداز والديد. قلت لك دول عندهم ايه؟ اكتب كده، عندهم رهاب اجتماعي. احنا فضحناهم في كل مكان تقريبا، عندهم رهاب اجتماعي. اسفين يا دو يا داز يا ديد، معلش. طيب حبيب قلبي تعالى نكمل. عارفه انت تعبت، وهنا بيقول لك ازاي يا جدع ومستغرب والله العظيم. كلمه ويتش معناها اي، بتيجي ايه بقى دي؟ مع المقارنه او التخيير. العبد لله ربنا كرمه، يعني كرم كبير جدا، احمدك واشكرك يا رب. فانا رايحه انقي عربيه، طبعا هتحسد من غير اي داعي، انا بهزر بقول لك في المستقبل القريب يا رب اللهم امين اجيب العربيه. تمام. فانا رايحه اجيب العربيه، فهو وقفت كده قدام عربيات بقى، بي ام دبليو هنا ومرسيدس هنا ومش عارفه وكذا حاجه بقى ما شاء الله من الحاجات الغاليه دي. فهو ايه، وقال لي اي عربيه هتختاري، اي واحده فيهم. فكلمه اي واحده دي هو بيخيرني اي واحده، فهيقول لي ويتش. خلي بالك ان ويتش فيها حاجه مميزه، ان ويتش بيجي بعديها الاسم على طول. يعني يقول لي ويتش كار، اي عربيه. لو بنقي قلم هقول ويتش بنسل، ان شاء الله برضو فيما بعد افتح شركه الاقلام اللي عايزه افتحها بامر الله، واقول ويتش بنسل، اقول ويتش بن. يبقى معنى ذلك كلمه ويتش بيجي بعديها ايه؟ الاسم على طول مباشره. فهو بقول لك كلمه ويتش اكتب بس عندك ان ويتش دي بيجي بعديها بلس النون، بيجي بعديها النون. يعني I will buy black car، هشتري عربيه لونها اسود. فانت دلوقتي تسالني تقول لي اي عربيه انت هتشتريها، فتقول لي ويتش كار، وبعدين تنزل لي المساعد اللي هو will، وبعد كده تكمل الاي تحول يو، وبعد كده تحط الفعل هو باي، والاجابه هي البلاك كار. حلو. انا دلوقتي برضو نفس الكلام، عندي العربيه، فانت عايز تقول لي ايه ده ميس اميره، احنا شايفين عربيه بي ام دبليو بسم الله ما شاء الله تحت، بتاعت مين؟ ملك مين العربيه دي؟ فايه بقى كلمه ملك مين العربيه؟ كلمه ملك مان دي اسمها هوز. وخلي بالك ان هوز برضو بيجي بعديها الاسم على طول. طبعا هفاجئك واقول لك ان العربيه دي بتاعتي في الاخر وهتنبهر. كلمه هوز بقى دي اللي هيجي بعديها الاسم. هقول هوز مثلا نخليها كار، هقول هوز كار از ذس، يعني معناها ملك مين هذه العربيه. فانا طبعا بجاوب عليك فبقول لك ذاتس ماين. كلمه ماين دي معناها ملكي، يعني هي بتاعتي انا. تمام. يبقى هوز دي بتسال عن ايه؟ عن الملكيه. انا كده خلصت من المفترض كام 12 سؤال اداه استفهام. تمام. انا بس عايزه اكد عليك على حاجه. هنراعي ايه بقى يا جماعه واحنا بنحل؟ هنراعي ان انت لو انت عندك نقطه
فانا كده هبقى اعملها جمله. لو انت عندك نقطه هعملها جمله. طب يا ميس اميره لو انا عندي علامه استفهام يبقى انا كده هعملها سؤال. يبقى تخلي بالك، لو نقطه هعملها جمله، لو عندك علامه استفهام يبقى انا كده هعملها سؤال. ايه ده، هو هتفرق؟ علشان والله العظيم حصلت كتير. بيبقى مثلا اهو كده وهنا في نقطه، تمام، المفروض نقطه، يبقى انت حضرتك تعمل ايه؟ هتجاوب مش هتسال. الاقي طالب نبغه زمان ربنا يحفظه، يقوم جاي عاملها لي سؤال وكاتب لي مثلا وات، تمام، وبعدين هو شايف ان هي هنا نقطه، يقول لك والله ما عجباني هشيلها واحط انا علامه الاستفهام. طب تعمل انت ايه؟ يقول لك انا كاني مش شايف، انا احط انا علامه الاستفهام. طب يا ابني انا مش عايزه علامه استفهام، انا عايزه نقطه، يعني عايزاك تحط لي جمله. انت بتجود، يبقى لو في نقطه ما تعملش شبه العكاك ده، لو في نقطه ما عندوش اساسيات، مش عارف النقطه يعني. والله في ناس بتعمل، وناس كتير على فكره، والله مش حد معين، ناس كتير قوي يقول لك بص يا ميس اميره نقطه هنحط احنا علامه استفهام. لا يا حبيب قلبي، لو انت عندك نقطه هنعمل ايه؟ هنعمل جمله. لو انت هتحط، لو في علامه استفهام يبقى انا هعمل ايه؟ سؤال. والتزم بالله عليك بالحاجات دي، عشان حاجات بسيطه بس والله العظيم بتضيع علينا الدرجه، وتبقى طالع تقول هتقفل بس حاجه بسيطه زي دي توقعك. طيب خلي بالك ان انا ساعات بقى، بص بقى دي واحده اعرفها اسمها ميس اميره، غلطت الغلطه دي وتقريبا قالت لكل الجروبس اللي هي بتديها ان هي غلطتها. فخلي بالك ما تقعش غلطه ميس اميره. عملت ايه ميس اميره دلوقتي؟ هو عمال كاتب لي المفروض ان هنا مثلا دي المحادثه بتاعتي، دي المحادثه. ساعات قبل ما يكتب لك المحادثه بتكون ما بين مين ومين، يعني بيكتب لك هنا جمله، تمام. ساعات كتير من الطلبه بتفكسها، يقول لك ان الحوار ده بين مثلا احمد ومحمد مثلا، وان احمد مثلا هيروح الزو، حديقه الحيوان، وبعدين يكتب لك هنا، يكتب لك بقى الحوار اللي بيحصل ما بين احمد ومحمد. ففي ناس كتير والله مش بتبص على القطعه اللي مكتوبه فوق دي، وبيركزوا على المحادثه ذات نفسها ومش بياخدوا بالهم من دي. تيجي لي في الامتحان يا جماعه عن ان هي رايح الزو، او مش فاكره كلاب كان حاجه كده. والمهم انا في الاخر لما جيت سالته ما قلتلوش بقى انت، هو المفروض كاتب انت رايح فين، فالمفروض اكتب زي ما مكتوب هنا ان هو رايح الزو او رايح الكلاب، شو مكتوب. انا ما شفتش دي، فكتبت ان هو رايح البارك، اصلا حته ثالثه خالص. فطلعت بعد الامتحان صحابي يسالوني يا بنتي عملتيها ايه، فانا بكل الثقه بكل عمري ما هنسى الموقف ابدا. الموقف كان وحش قوي وانا كنت عارفه اني هقفل. فعملتها ايه؟ فقلت لهم يا جماعه رحت البارك عادي، شوفي انت عايزه تروحي فين وروحي يا ستي. قالت لي يا بنتي كان في قطعه فوق مكتوب عليها هو اصلا رايح فين. انا اصلا ما شفتهاش، يعني رجعت على الامتحان 1000 مره وما شفتش. فانت بلاش تغلط غلطه ميس اميره، وتعلم من اخطاء غيرك يا حبيب قلب ماما. ولازم لما نلاقي قطعه شبه دي موجوده فوق نقراها كويس جدا. الله يكرمك. طيب قبل ما تحل اي حاجه انا طالبه منك تقرا الديالوج كويس جدا، المحادثه دي كلها تقراها بتركيز، ولازم تحله في الاول بدماغك. حله في الاول شفوي كده بدماغك وبعد كده حل، تمام كده. طيب بعد كده بقول لك ان انت اكتب بقى. ليه؟ لان برضو اعرف واحده صاحبتنا بس هي عملتها مره الصراحه، بس انا كده فضحت نفسي على الاخر. مثلا كتبت هي ما خدتش بالها برضو من الجمله دي. فمثلا كتبت بارك وهي المفروض ان هو رايح الزو، فهتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هي دلوقتي اكتشفت ان هي غلطانه، هتقوم تقعد تشطب وهتبهدل لنا الورقه. لا، فعشان كده بقول لك اقرا الديالوج من الاول للاخر وبعد كده قوم بالكتابه اكتب، لان ساعات الاجابه تبقى موجوده في اخر سطر وانت مش واخد بالك. طيب بقول لك كمان ان انت لازم طبعا تراعي ادوات الاستفهام اللي انت هتكتبها والزمن او المساعدين اللي انت هتستخدمهم. طيب خلاص كده ولكن ما خلصناش كله، لسه في حاجه بسيطه كده لازم اقولها لك. فاكر عيله هاو اللي قلت لك هنتكلم عليها؟ احنا عايزين بس نكملها عشان هي ما كملتش كلها. في حاجه اسمها هاو هيفي. يعني ايه هاو هيفي؟ معناها كم الوزن او كم التقل. انا شايله ستون حجر فمش قادره اشيلها، فانت تقول لي يا مس اميره هاو هيفي، كم الوزن بتاع الستون دي، يعني كم الوزن او كم تقلها اسمها هاو هيفي، او ممكن نقول عليها كم الثقل. طيب هاو تول معناها كم طول. ايه ده؟ طب مش حضرتك قلت لنا هاو لونج معناها كم الطول برضو؟ ايه الفرق بينهم؟ بص يا حبيبي، انا دلوقتي عايزه اقيس طولك، معرفش مين ده بس ماشي، عايزه اقيس طولك. انت واقف ازاي؟ واقف بالطول، يبقى انا لما عايزه اقيس طولك كده فاقول عليك هاو طول. طب انا لو عايزه اقيس الكوبري، البريدج اللي هو الكوبري هنقيسه ازاي؟ كده هقيس طوله بس كانه بالعرض. لو انت عايز تقيس طول حاجه هي ماشيه كده بالعرض فاقول عليها هاو لونج، تمام. بس بقى اعرف كده لو كده طول لو كده لونج. طيب بس عايزه اقول لك حاجه رخمه. هو الهير الشعر بيبقى كده صح، بس على الرغم ان هو كده بقول هاو لونج عليه، يبقى ابقى عارف ان الهير بقول هاو لونج عليه، ما بقولش هاو طول، خلي بالك ابقى عارفها. طيب هاو لونج بيجي مع كامل طول، بس الحاجه اللي بقيسها بالعرض هي لو بقول وات لينس برضو معناها كام الطول. هاو وايد معناها كام
لا دي اشطب كده عليها، معلش دي غلطه. هاو وايد معناها كام الاتساع، اتساعها قد ايه، هاو وايد. هي لما اقول وات ويدز، بس خلي بالك وات بيجي بعديها الاسم، يعني ما ينفعش اقول وات وايد، لا هاو وايد، لان هاو دي بيجي بعديها الصفه، وايد صفه، الاسم بتاعها اسمه ويدز. نفس الكلام لونج دي الصفه، لو عايزه اقول الاسم بتاعها اسمه لينز. طب عايزه اقول كم عمرك هقول هاو اولد، لو عايزه اجيب الاسم من هاو اولد يبقى اسمها وات ايج، برضو نفس الكلام معناها ما عمرك. طب هاو هاي كم الارتفاع، لو عايزه اقول الماء الارتفاع هقول وات هايت. طب كلمه هاو فور معناها كم البعد، لو انا دلوقتي عايز امشي مسافه من البنك اروح الريستورانت المطعم، فعايز اقول لك كم البعد بقى، كم بعد مثلا المسافه دي قد ايه، فاقول هاو فور. طب يعني كلمه كم السرعه، هاو فاست او فاست، الاثنين صح. طب عايز اقول لك كم العمق، هقول لك هاو ديب او وات ديبس، كلمه ديبس العمق، تمام. لكن ده كده يعني ايه كم عمقه، يعني دي تعتبر صفه ولكن ده الاسم. طيب في حاجات مهمه ملهاش علاقه بقى بادوات الاستفهام، بس لا هي لازم انت تبقى عارف بتتعامل ازاي. بص كده حبيبي، لو انا بقول لك سمي الله صلى على النبي عليه السلام، بقالك كتير ما صليتش على النبي، زيد النبي صلاه ويلا بينا عليه السلام. بقول لك اي ام امريكان، يعني ايه اي ام امريكان؟ انا مش امريكان والله، انا ايجيبشن شبه ما انت شايف كده، ربنا يحفظني. فانا عايزه اقول لك ايه، عايزه اقول لك هو انت جنسيتك ايه؟ يعني ايه كلمه ما جنسيتك؟ عشان الناس كتيره جدا ده سؤال شائع لو بتتكلم مع سائح، ده سؤال شائع يا جماعه، ناس سياح كتير بيقولوه، او انت تقول له اي سائح جاي بلدك مثلا ما انت عايز تسال عن جنسيته، فيعني ايه كلمه جنسيه؟ اسمها nationality. nationality يعني جنسيه، فهقول what's your nationality، يعني ما جنسيتك، انت جنسيتك ايه؟ وده سؤال مهم جدا. يبقى لما تسال عن واحد بيقول لك انا Egyptian انا American اي حاجه من دي، فتقول له what's your nationality يعني ما جنسيتك. طيب واحد بيقول لك my favorite sport is الفوليبول، اكتر لعبه بفضلها هي كره الطايره، وانا عايزه اسال واقول هو ايه الرياضه المفضله، فاقول لك what's your favorite sport، يعني ايه الرياضه اللي انت بتفضلها. طيب ممكن اقول what's your favorite sport، ممكن اقول what's your favorite food، الاكل اللي انت بتفضله، هكذا. طب لو واحد بيقول لك I am from America، انا اساسا جاي من امريكا، فانا مش هسال واقول له هو انت جنسيتك ايه، لان هو بيقوليش جنسيته، انا عايزه اسال عن بلده، عايزه اقول له انت جاي، او مش لازم بلده، عايزه اقول له انت جاي منين. فيعني ايه كلمه من اين انت تاتي بقى، اين يبقى وير، صح كده. وبعد كده هننزل ايه المساعد اللي هو الام تحول الى ار، وبعد كده انزل يو وفروم، من اين ناتي. وفي طريقه تانية ممكن اقول where do you come from، انت جاي منين، وسواء قلت كده صح او كده صح. طب انا ليه مس اميره حطيت مساعد دو على الرغم ان انا عندي مساعد ام، ما هو ما بيتحولش لدو. هقول لك ما انا لما حطيت دو جبت بعديها فعل في المصدر اللي هو come. بص دي عاليه شويه، اعرف ان انا ممكن اقول دي او ممكن اقول دي، ما فيش مشكله، جبت دو حطيت معاها فعل في المصدر، لكن هنا اصلا ما فيش فعل، فعشان كده حطيت ار بس. طيب سمي الله بقى كده معايا وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي طبعا بص بقى، انا قلت لك مين الهيلبنج فيرب من شويه، بس احنا عارفين لو انا بقول لك are you happy، يعني are you happy هو انت فرحان. انا عارفه ان انت قاعد في البيت مش طايق اي حاجه والدنيا حر وانت بتسمع الفيديو غصب عنك والدنيا زي الفل، ماشي مش مشكله، هعتبرك بتقول لي ايوه انت فرحان. فلما اقول لك are you happy يبقى انا محتاجاك ترد يا اما ايوه فرحان يا اما لا مش فرحان، صح كده. طيب يبقى انت لو بدات باي مساعد في الاول وحطيت علامه استفهام في الاخر، الاجابه يا اما يس يا اما نو، يس يا اما نو. فهقول ايه بقى دول اول ما تلاقيني بادئه بيهم وفي question mark علامه استفهام في الاخر، الاجابه يس يا اما ايه نو. طيب جيت بعد كده حسيت كده ان انت ممكن تتوه معايا، فعمري ما هنسى جالي طالب او لما كنت بقى ايه بشرح الكلام ده في الاول خالص قبل ما اعمل بوكلت، فجالي طالب قال لي ايه بص يا ميس اميره انا مش عارف الصراحه هي مثلا الهاف تيجي معاها مين من الضمائر. فقمت انا قلت له ولا تزعل نفسك والله هكتبها، ان الهي والشي والايت بيجوا معاهم المساعدين اللي بيبقى فيهم حرف الاس في الاخر، از هاز داز ووز كده. طب الاي بتيجي معاها مساعدين ام هاف او دو او ووز، بقول اي ووز بقول اي دو او اي هاف او اي ام. طب زي وي ويو اي اسم جمع بيجي بقى معاه ايه، بيجي معاه الار والوير والهاف والدو، اعرفهم. لكن دول بيجي معاهم كل المساعدين بقى، سوري بيجي معاهم كل الضمائر ما عندهمش مشكله، هاد ديد يقول لك اي ديد شي ديد وي ديد اي حاجه من دي، تمام كده. فدول بيجي معاهم كل الضمائر. وبص بقى اسئله الطلبه بتبقى حلوه ازاي، بتخليك ايه تضيف حاجات تانية. طيب جيت بعد كده اقول لك واحد بيقول لك nice to meet you يعني سررت بلقائك، واحد بيقول لي nice to meet you هرد عليه واقول له nice to meet you too وانا ايضا سررت بلقائك. فدي حاجات مش محتاجه ذكاء خارق، محتاجه بس
واحد بيقول نايس تو ميت يو، هقول نايس تو ميت يو تو، ما فيهاش حاجه والله. طب واحد تاني يقول لي جود مورنينج، هقول له جود مورنينج وشكرا. السؤال اللي جاي بعد كده محتاجه ناس بتنزل في فنادق كتير. دلوقتي في نفس المكان اللي انا رحت شرم الشيخ عقبال عندك، تمام؟ ما رحتش لسه، هروح. فانا دلوقتي نزلت هوتيل، تمام؟ فبيقول لي ايه في الهوتيل بقى؟ بيقول لك هو انا دلوقتي رايحه المفروض عايزه اطلب غرفه، فهو الغرفه ديت كاتب لي كده، كاتب لي ايه؟ انا عايزه احط لك السؤال وخليك انت تتكلم. لو انا اول عايزه اقول له مثلا you want، لا انا هكتبها لك هنا، هكتبها هنا I want single one، تمام؟ المفروض دي كده الاجابه، وايه بيسالني، مش المفروض يبقى، بس هنا هلاقيته حاطط نقطه. واحد بيقول لك انا عايزه سنجل وان، يعني عايز الغرفه تكون سنجل، مش عايزه مثلا دبل. احنا هي اسمها، انت بتروح كده يقول لك انت عايزه سنجل ولا عايزه دبل. طيب انا بقى عايزه اسال، اعمل ايه؟ عايزه اسال واقول هو انت مثلا هل تريدها سنجل؟ انا عايزه اكتب هل، بس في نفس الوقت في نقطه. طب انا هسال ازاي؟ هعمل السؤال ازاي؟ بقول لك ان في الحالات اللي زي دي في جمله، في حاله السنجل والدبل وكده، في جمله شهيره جدا بتتقال. ايه هي الجمله اللي بتتقال دي؟ اسمها سنجل اور دبل. يعني انت عايزها سنجل ولا عايزها الدبل مزدوجه بس، وفي الاخر في نقطه. ايه ده ميس اميره؟ دي حاجه ملهاش علاقه بالجرامر برضو، ان انا اكون عارف ادوات استفهام ولا لا، انا ممكن اتلخبط. ايوه عشان كده انا بقول لك في اسئله بتبقى رخمه، انت لازم تبقى عارف تكوينها عامله ازاي. طيب يبقى لما يقول لي سنجل وان وعاوز هو بيسال بقى، هو مش هعملها في شكل سؤال بس اقول سنجل اور دبل واحط نقطه في الاخر. عايزه اقول لك عن حاجه، لو ده في الكلام ده لو انا بتكلم عن بوك روم، عارف يعني ايه بوك؟ تقول لي ايه ده؟ غرفه كتاب؟ ايه غرفه كتاب دي؟ يا نهار الحقوني. لا يا حبيبي، بوك روم دي معناها حجز غرفه. كلمه بوك دي ليها معنيين، ممكن يبقى بوك معناها كتاب، وممكن لو فعل يبقى معناها يحجز، والاتنين صح ما فيهاش حاجه. طيب بص خلي بالك، طب انا لو بتكلم على قطر، القطر بقى، هل القطر فيه سنجل وفي دبل؟ ولا انت لما بتروح تحجز يقول لك انت عايز قطار ذهاب بس ولا قطار تاني ذهاب وعوده؟ يعني ايه كلمه ذهاب بس، ويعني ايه ذهاب وعوده في القطوره بقى؟ اسمها سنجل اور ريتيرن. سنجل يعني ذهاب، وذهاب وعوده اسمها ريتيرن. يبقى تاني لو عايزه اقول قطار ذهاب وعوده هقول سنجل اور ريتيرن. يبقى اكتب كده دي لما بتكلم على الترين، القطر، اكتبها. ودي لما بتكلم على روم، غرفه، اقول سنجل اور دبل. طيب طبعا قلنا لو بسال عن الفلوس، الحاجه دي سعرها قد ايه، بقول هاو ماتش داز ات كوست، او اقول هاو ماتش از ذس كورب، او از ات. طيب بقول لك خلي بالك ان احنا عارفين طبعا ان الام والاز والار دول من المساعدين اللي مش لازم يجي بعديهم فعل، ممكن احط بعديهم اسم عادي. ده انا كاتباها لك بس ايه، بفكرك مش اكتر. شبه لما اقول لك how is the weather today، how is وما جاش بعديها اصلا اي فعل، ولكن باقي الام والاز والار والوز والوير ممكن يجي بعديهم اسم بس، لكن باقي المساعدين لازم بعديهم فعل. طيب لسه في تكمله؟ خلاص انا خلصت، انا هحل بس معاك كام سؤال كده والباقي هنخليه ايه في فيديو لوحده. بص بقى معايا دلوقتي، انا بقول لك ان اي helping verb تاني هيكون محتاج بعديه ايه؟ verb فعل. طيب شباب بقول لك اهو what do you do، يعني ايه what do you do؟ معناها ماذا انت تفعل، انت بتعمل ايه. لو واحد بيقول لك can I help you، اقدر اساعدك، فهنجاوب يقول له ايوه معلش بعد اذنك يعني yes please. لو واحد بيقول لي الحاجه دي for whom، يعني ايه for whom؟ يعني لمين عايزها، فانا هقول له مثلا for my parents، لوالدي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي احنا هنحل على اللي احنا قلناه، ولكن انا هعمل فيديو مخصص للحل، كل الحل كم الحل ده انا هعمل له فيديو لوحده ازاي تحل الاسئله دي. طيب ميس اميره، هو انا دلوقتي لو سمعت الفيديو دوت منك وقفلت على كده، هل يا ترى انا كده بقيت 100 100؟ هقول لك انت بقيت 0 على الشمال، انت ولا ليك اي حاجه. قلت لك ادالك في الاول، محتاج تسمع، محتاج تفهم، محتاج تحفظ الادوات الاستفهام، وفي نفس الوقت تمارس. طب لو انا وقعت اي حاجه من دي، جيت امارس وانا مش حافظ، ملوش اي لازمه. جيت مثلا حفظت ادوات الاستفهام وعرفت التكوين بس ما مارستش، ملوش اي لازمه برضو. لو انت لاحظت معايا في البوكلت اللي هي اللي معاك، لو انت معاك البوكلت يعني وسامعني، هتلاحظ ان انا جايبه لك في الاخر اسئله دايلوج بالهبل، محادثات بالهبل، تقعد كده تمرن نفسك عليها في الصيف.
فليه انا بعمل كده؟ ما هي لو مش مهمه ما كنتش احطها لك، كنت اقول لك الشرح وخلاص، صح كده؟ ولكن طبعا دي مهمه جدا شرحها، او ان انت عامه تحل عليها حاجه في غايه الاهميه. فانا هحل معاك سؤالين واخلي لك الباقي هحله لك في فيديو لوحده، ولازم تسمعه، لو ما سمعتوش كاننا والله ما عملنا حاجه. سمي الله معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك اول حاجه ايه؟ بيقول لك هنا المفروض ان دول كلهم منفصلين، يعني ده كده مش محادثه كبيره، لا انا جايبه لك الاول بدربك ازاي تعمل السؤال وتعمل الاجابه، تمام؟ في تدريب اهو لوحده اهو، بص كده بقول لك كل دي اسئله ازاي نعمل السؤال، وجايبه لك اهو ازاي اللي فات ازاي نعمل السؤال، ودي كده ازاي نعمل اجابه. بمرنك الاول عليها جزئيه جزئيه، وبعد كده ابدا احل بقى معاك محادثات سهله سهله سهله، وبعد كده تبدا تعلى لغايه ما توصل للصعب. يبقى بص كده عامله لك تدرج، يعني مش مدخلك على المحادثه مره واحده، لا الاول اعودك واخلي ايدك تمشي على كيفيه انت تعمل سؤال وازاي تعمل جمله، وبعد كده اخليك بقى تحل محادثات كبيره. والله يا ابني ما في اي حاجه سايبها لك علشان تعرف، مش مشكلة، كل لاجل عيونكم. يلا بينا. بقول لك انا رحت to the stadium yesterday. هنا في ممكن اسال بطريقتين، ممكن to the stadium ده يعتبر مكان في حرف جر ومكان، ممكن اسال وير، انت رحت فين امبارح؟ وممكن اقول له هو انت امتى رحت الاستاديوم؟ يبقى انا ممكن اسال بوير، اللي هيسال بوير صح، ولا يسال بوين صح برده، مفيش اي مشكله، يبقى الاثنين صح. تعالى نبدا باي حاجه. ممكن اقول وير مثلا، بس انا لو هسال بوير يبقى هي الحاجه اللي هشيل المكان، يعني هنزل كلمه to the stadium هشيلها خالص، فهقول وير. وبعد كده ماما ساعديني، في مساعد مفيش، يبقى وينت دي ماضي، يبقى انزل مساعد ديد. كل مساعد عنده ضمير، تمام؟ الاي تحول الى يو، وبعد الضمير هننزل مين؟ الفعل، صح؟ مين الفعل؟ هو went، بس هنرجعها لاصلها عشان دي يجي بعديها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى هقول where did you go، واكمل yesterday، والمكان هشيله خالص مش هحطه. حلو. اللي بعديها بقولك he always wakes up early، هو دايما بيصحى الصبح بدري. لقيت كلمه always معناها دايما، فانا ممكن اسال اقول ايه؟ always كلمه البريزنت سمبل، يبقى انا اسال بحاجه اسمها how often، كام مرة انت بتصحى بدري او هو بيصحى بدري، فالاجابة دايما بيصحى بدري. طيب وعلى فكرة ممكن اسأل بحاجة تاني، ممكن اقول له هو مثلا متعود يصحى امتى، فممكن اسأل بوين على early، وممكن اسأل بأولويز عليها how often. طب انا لو هسأل how often، هو انت كام مرة مثلا بتصحى بدري، هقول how often ايه؟ في مساعد؟ لا، always دي هشيلها، بس كلمة wakes ايوه في حرف الاس، يبقى اقول مساعد does، يبقى اقول how often does، وبعد كده هحط الضمير اللي هو هي، بعد الضمير هنزل الفعل، بس does يجي بعديها فعل فين؟ في المصدر، فاقول ايوه هقول بقى wake up، تمام؟ وانزل early عادي، والways تتشيل، واحط علامة الاستفهام، تمام كده؟ طيب انا مش هقولهم كلهم لاني هنزل فيديو تاني كده كده لشرح كل ده كامل، ولكني هعمل معاك حاجة حلوة جدا، ده كده كده هيتحل في الفيديو اللي انا قلت لك عليه، وده كمان برضو، ولكني هجرب احل معاك محادثه كامله، تمام؟ بس يا ريت توقف الفيديو وتسمع الفيديو التاني اللي انا هحل فيه معاك ده، انا هخلي فيديو كده لوحده الحل دوت، تمام؟ وتحل معايا المحادثه كامله، بس بعد ما تتدرب وتصحح كده لنفسك وتشوف حل صح ولا غلط، تمام؟ فانت حاول تتدرب اصلا لوحدك مع نفسك كده على تكوين السؤال، لقيت نفسك الدنيا صعبه خلاص اسمع الفيديو اللي انا هبعته لك. قال لك واتس يور فيفورت سبورت، هي ايه الرياضه المفضله بتاعتك؟ طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنحل على الجزء اللي فات، هنحل محادثه كامله، تمام؟ قبل ما نحل المحادثه الكامله احنا هنقراها من اولها لغايه اخرها بالتفاصيل، ومش هنبدا ان احنا نكتب اي حاجه غير لما نقراها، تمام؟ طيب قال لك واتس يور فيفورت سبورت، ايه الرياضه المفضله بتاعتك؟ انا مش هتكلم غير لما اقرا للاخر، يمكن يقول لي الرياضه بتاعته، راح قال لك انا بلعبها في الاستاديوم، مش عارفين برضو اللي بيلعبها في الاستاد هي ايه، راح قال لك هاو اوفن دو يو بلاي ات، كام مره بتلعبها، راح قال لك هنا ومفروض انت تكتب كام مره، بص لما تلاقي هاو اوفن دي اعرف ان انا، وما قالكش بعد كده كام مره، يا اما اكتب توايس يا اما اكتب وانس. يعني ايه توايس؟ معناها مرتين، او اقول له بلعبها مره بقى once a week، مره في الاسبوع، twice a week، مرتين في الاسبوع، اي حاجه. راح قال لك انا بدات العب التنس لما انا كان عندي 6 سنين، يبقى الهوايه المفضله ايه؟ التنس. تخيل انت كتبت هنا فوتبول ومكتوب تحت تنس، كنا هنعمل ايه بقى؟ كنا هنعمل ايه مثلا؟
ماشي، ما تغلطش غلطه ايه ناس صحابنا ما كانوش يقراوها، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. فاقول I started playing tennis when I was 6، يبقى هو اكيد بدأ وقال ايه، هو انت امتى بدأت تلعب التنس؟ فالاجابه لما كان هو عنده 6 سنين. طيب يبقى ايه الفيفورت سبورت بتاعته؟ التنس. فاقول كده بقى my، هو قال لك what's your favorite sport، فاقول my favorite sport واقول is بيكون is ايه بقى؟ تنس. واخد بالك انت؟ هتقول لي حاجه تانية نتسوح. طيب راح قال لك in the stadium، بلعبه في الاستاديوم. بقول هو انت بتلعبه فين؟ وير. حلو. حد قال لي بس انا مش عارف مساعدين. مفيش مساعدين. ما دام مفيش مساعدين ابص على اداه الاستفهام كده اللي بعديها، لقيته ماشي بالمساعد ايه؟ دو. مشيها بدون انت كمان. فقول وير دو. انا بقول لك انت اللي بتلعب، بقول وير دو يو بلاي ات، انت بتلعبها فين؟ حلو. راح قال لك هاو اوفن. انت لما تلاقي هاو اوفن يا اما اقول توايس يا اما وانس، بس ما تكتبليش توايس اويك وتجري، اكتب لي جملتك كامله. مش هو قال لك يو احولها الى اي واقول اي بلاي ات، يعني انا بلعبها توايس اويك، يعني توايس اويك مرتين في الاسبوع. عايز اقول لي توايس مانث، ماشي براحتك. هنا قال لك انا بدات العبها لما بقى عندي لما كنت عندي 6 سنين، فاقول له وين، امتى. حلو. في هنا مساعد؟ لا، يبقى احط مين؟ started ماضي، يبقى احط مساعد did. كل مساعد عنده ضمير، الاي تحول الى يو، وبعد ضمير انزل الفعل يبقى start بس. يبقى اقول when did you start playing واكمل playing تنس. ايه ده ميس اميره ليه حاطين اي ان جي؟ عشان خلي بالك ان كلمه start دي من الافعال اللي بيجي بعديها اي ان جي، فاقول playing تنس. والاجابه اللي هي لما هو كان عنده بقى ايه 6 سنين، دي كلها الاجابه مش نازله. في مشكله كده لما قرأنا لغايه الاخر وضحت لنا الصوره، عرفت انا هتكلم عن ايه. ما شطبتش الموضوع، بقى لذيذ اهو. انا فهمت القطعه، بدات حافظ تكوين السؤال، حافظ ادوات الاستفهام، عارف احل، هيجي بالبراكتس كل ده وتيجي بالحل. فعايزه اقول لك حاجه، ان انت من غير اللي انا يعني من غير ما انت تسمع معايا حل ده، والله ده مالوش اي لازمه. فانتظر معايا الفيديو بقى اللي هنزله وانا بحل ده. عايزه بس اقول لك، اضيف لك كمان معلومه. فيه مثلا احمد بيكلم محمد، هضحكك دلوقتي. احمد بيكلم مين؟ محمد. فراح احمد بيسال محمد، هم لسه متقابلين دلوقتي، فاحمد بيسال بيقول له واتس يور نيم، هو انت يا عم اسمك ايه؟ بص، هو انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لاني انا قابلتها مع طلبه جميله جدا وكانوا بيغلطوا. احمد بيسال محمد وبيقول له هو انت اسمك ايه؟ فطبيعي هيقول له هو اسمه محمد، ها، يبقى طبيعي هيقول له انا ايه؟ انا اسمي محمد. ليه بقى بقول لك الجملتين دول؟ علشان والله حصلت وكانت في الامتحانات اللي انا بعملها، وكان بيقول له واتس يور نيم وكل واحد بيكتب اسمه. يعني هو كده متخيل ان هو بيساله عن اسمه هو، واللي كاتب لي بقى يوسف، اللي جايب لي كاتب عبد الرحمن، ماليش دعوه يا حبيبي بكل ده. هو بيقول لك الحوار ما بين احمد وبين محمد، بيقول لك واتس يور نيم والكلام بيكلم مين؟ محمد. فانا هقول ان ماي نيم، اسمي إز محمد. تخيل يبقى هو كاتب هنا مثلا يوسف وهو مكتوب هنا محمد. فجماعة قمة العبث بجد والله العظيم، يعني سؤال مهم جدا، والمصحح يموت على نفسه من الضحك في اللي انت كاتبه وينقصك وهو مرتاح. فان شاء الله خير. طيب تعالى بقى كده ايه نكمل. قلنا كل دوت احنا هنحله فيديو تاني. كل ده انا عارفه ان الكم كبير، ولكن هتتقن سؤال المحادثه وهتبقى شاطر فيه، فان شاء الله خير.